شويه بيزكس في البايو مش هتعرف تبدا ثالثه ثانوي من غيرها. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا دكتور مازن جمال، كنت بشرح لكم انتجريتد ساينس بس وانتوا في اولى ثانوي. دلوقتي هنشرح الماده السهله جدا المفضله قوي على قلبي وهي البايو. فعايزك بقى تحضر لنفسك كده كوبايه شاي، او احنا في الحر حضر واحد سموزي كده ويلا نبدا. هنبدا في البايو من الصفر. هبدا معاك من اول حاجه في جسم الانسان لغايه اصغر حاجه خالص. هنعرف يعني ايه بايو من صفر لغايه 100 زي ما بيقولوا كده. فهنبدا في الاول خالص بتركيب جسم الهيومن. هنبدا في الاول كده بالبادي بتاعي. الاورجانيزم بصفه عامه كده جسمه بيتكون من ايه؟ عايزك تركز في جسمنا من اكبر حاجه خالص موجوده في الجسم لغايه اصغر حاجه موجوده. يعني حاجه، بص، في الاول خالص انا هتكلم ان انا عباره عن اورجانيزم. طيب الاورجانيزم ده جوه جسمي ايه؟ جوه جسمي والله سيستمز كتيره. يعني ايه سيستم اصلا؟ يعني اجهزه. طيب يعني ايه برضه؟ والله انت عندك هنا جهاز كامل مثلا اسمه الجهاز الهضمي، طب جهاز تاني اسمه الجهاز التنفسي، طب جهاز اسمه الجهاز العصبي. فانت كاورجانيزم كامل جسمك عباره عن سيستمز. طيب فاحنا مثلا السيستمز دي هناخد اكزامبل حاجه اسمها نيرفس سيستم. طب احنا عندنا حاجه تانية، عندنا كتير. عندنا مثلا حاجه اسمها سي في اس اللي هو ايه؟ كارديو فاسكولار سيستم. عندنا حاجه كمان حاجه اسمها مثلا اللي هو الجي اي تي اللي هو اصلا الدايجستيف سيستم او الجاسترو انتستينال تراكت. طيب في المنهج بقى السنه دي بتاعك وبتاع ثالثه ثانوي بيكون عباره عن ايه؟ والله هناخد سيستم كامل اسمه الماسكولار سيستم او الماسكولوسكيليتال سيستم اللي هو اصلا ايه؟ الجهاز العظمي اصلا، بس معاه كمان العضلات اللي هي الحركه عامه بصفه عامه. طيب هناخد برضو الموفمنت، هنتكلم عن الحركه. هناخد سيستم كمان اللي هو اصلا مين؟ اندوكراينولوجي او السيستم بتاع الهرمونز الخاصه بالجسم. طيب ايه كمان عندنا؟ والله سيستم كامل خاص بالريبرودكشن، سيستم خاص بالريبرو، سيستم خاص بعمليه التكاثر، وده برضو شابتر كامل موجود عندنا. طيب لسه لنا ايه كمان؟ لسه لنا سيستم كامل خاص بالاميونيتي، خاص بالمناعه. فكل الحاجات دي عباره عن سيستمز. فانت جسمك كاورجانيزم كامل عباره عن اجهزه او عباره عن سيستمز كتيره. طيب لو احنا مثلا هناخد سيستم من جوه كده، عايزين نعرف السيستم ده بيتكون من ايه. هتيجي تبص انت مثلا سيستم زي النيرفس سيستم ده، والله الجهاز العصبي اللي عندك بيتكون من ايه؟ تقول لي ثانيه الجهاز العصبي؟ لا ده في هنا حاجه اسمها برين، في مخ. طب ايه كمان غير المخ؟ والله في حاجه ماشيه في ظهرنا هنا كده في الفيرتبرال كولم او العمود الفقري بيكون اسمها سباينال كورد اللي هو الحبل الشوكي. يبقى انت السيستم عباره عن ايه؟ عباره عن اورجانز. يبقى انا هاجي اتكلم عن السيستم ده تقول لي السيستم عباره عن اورجان. طيب احنا مسكنا اورجان بايدينا كده، هاجي ابص على المخ مثلا او ابص على القلب. طبعا انتوا ما شفتوش يعني، بس لو حد فيكم عايز يشوفه عادي ممكن يذبح حصان ويتفرج عليه. المهم اي سيستم عامه احنا قلنا عباره عن اورجانز. هاجي ابص على الاورجان، هلاقي الاورجان بتاعي عباره عن ايه؟ عباره عن تيشوز، عباره عن حاجه اسمها انسجه. شفت انت مثلا لما تيجي تاكل لحمه اللي هي بقى ايا كان نوع اللحمه، عامه ستيك او اي حاجه، بتلاقي اللحمه اصلا عباره عن فايبرز كده، عباره عن خيوط. الخيوط دي بيسموها انسجه اللي هي اصلا عباره عن ايه؟ عباره عن تيشوز. طب تيجي بعد كده التيشوز دي بقى تحت الميكروسكوب بتكون عباره عن سيلز. يبقى لغايه هنا انت بتشوف الحاجه بعينك عادي خالص. طب بعد كده بقى تفضل تصغر تصغر، لا ده انا كده مش هعرف اشوف بعيني، هبدا اشوف بالميكروسكوب. فبعد التيشو هتلاقي ان التيشوز نفسها بتتكون من حاجه اسمها سيلز او خلايا، وهنعرف تركيب الخليه ايه والمكونات بتاعتها، كل حاجه هنعرفها ان شاء الله. طيب جوه السيل نفسها في حاجه اسمها اورجانيل. عايزك بس تاخد فرق بين حاجتين. احنا هنا اتكلمنا ان جوه السيستم حاجه اسمها اورجان او بيسموها بالعربي عضو، يعني جوه الجهاز كله اعضاء، وجوه السيلز حاجه اسمها اورجانيل. في العربي عندكم هتاخدوا درس اسمه تصغير. اورجانيل مصغر لكلمه اصلا ايه؟ اورجان. ده هنبصمجها كده يعني. اورجان ده عضو بس كبير موجود في الجسم، هو موجود في السيستم نفسه. اما الاورجانيل ده بيكون عضي صغير موجود جوه الخليه. يعني ايه عضي؟ عضو برضه بس حجمه دقيق جدا بيتشاف في الميكروسكوب. فاحنا ممكن نعتبر السيل على فكره كسيستم، بس سيستم جوه التيشوز. وصلت الفكره؟ ما احنا ماشيين من اكبر حاجه لاصغر حاجه في الجسم. وهناخد اكزامبلز كتير على الاورجانيلز دي، لايك مثلا النيوكليس، هناخد حاجه اسمها ميتوكوندريا، هناخد حاجات كتير قوي وانت اكيد عندك منها اصلا هنت من اعدادي ومن اولى ثانوي، بس مش مهم احنا كده بنتعامل من الزيرو. طب نيجي بعد كده بعد الاورجانيل، والله هتلاقي ان الاورجانيل نفسه عباره عن حاجه اسمها موليكيول. ايه هي الموليكيولز اصلا بتاعتنا؟ والله احنا مثلا عندنا حاجه اسمها كربوهيدرات، حاجه اسمها بروتين، حاجه اسمها فاتس، حاجه اسمها نيوكليك اسيد. فدي حاجه احنا بنسميها الموليكيولز. وهنعرف يعني ايه اصلا موليكيولز. عندنا ووتر،
كل الحاجات دي هناخدها، ودي في صوره الموليكيولز، ودي اصلا بدايه المحاضره بتاعتنا بتاعت البيزكس. طب نيجي بعد كده جوه الموليكيولز، واصغر حاجه بتكون موجوده في الدنيا هي ايه؟ هي الاتوم، الذرات. فانت عندك الاورجانيزم ده اللي هو البادي بتاعنا، ده الجسم كله، اصغر حاجه موجوده في جسمنا هي الاتوم. طب حلو قوي، بس احنا قلنا ان احنا هنتكلم في الاول عن حاجه اسمها الموليكيولز. عايز اتكلم عن الجزيئات بتاعتي، عايز اعرف اصلا الجزيئات دي عباره عن ايه، يعني تصنيفها ازاي، طب انا بحسبها ازاي. فاحنا هناخد حسبه مع بعض صغيره قوي، عايزك تركز فيها كده. نبدا واحده واحده. انت عندك والله العلماء لما جم يتكلموا عن الموليكيول دي، قال لك والله انا هقسم الموليكيولز اللي عندي لجزئين. جزء في الاول هنسميه اورجانيك موليكيول، وجزء تاني نون اورجانيك موليكيول. يعني ايه اورجانيك ونون اورجانيك؟ حاجه عضويه وحاجه تانية بتكون غير عضويه. برضه عايز افهم التصنيف ده على اي اساس. كان زمان العلماء بيعملوا مع بعض حاجه غريبه قوي، يقول لك والله بص، انا جسم الهيومن بيكون عباره عن حاجه اورجانيك، حاجه عضويه، لان جسمي عباره عن اعضاء. بس التقسيمه دي غلط. غلط ليه؟ لما جيت ابص لقيت ان اغلب الجزيئات اللي هي بتكون اورجانيك انا صنفتها كتصنيف حديث على اساس الكربون والهيدروجين. اي حاجه فيها كربون وهيدروجين الاتنين دول سوا مع بعض في مركب واحد هسميها اورجانيك، واي حاجه فيها كربون بس او هيدروجين بس هتبقى نون اورجانيك. فكده انا لغيت التصنيف الثاني. ازاي؟ تركيب الووتر ايه في الكيمستري، طبعا مش في البايو، تركيب الووتر H2O، وتركيب الكربون دايوكسيد CO2. بس هي مش الحاجات دي موجوده في جسمنا. الميه ايه؟ جسمي مليان ميه، في 3 لتر ولا حاجه ميه، ف H2O. طب جسمي فيه كربون دايوكسيد، برضه فيه كربون دايوكسيد، بس هل الحاجات دي اورجانيك؟ لا، الحاجات دي مفيش فيها كربون زي الووتر، او مفيش فيها هيدروجين زي الكربون دايوكسيد، فما اعرفش احسبها اورجانيك. لا، انا هحسب الاثنين دول نون اورجانيك. تمام قوي. طب الحاجات الاورجانيك قلنا زي ايه؟ والله اي حاجه فيها كربون وهيدروجين. ناخد اكزامبل. عندي مثلا في جسمنا كربوهيدرات. ايه الكارب؟ عمال اقول لك كارب 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 كارب. ايه الكارب دي؟ والله الكربوهيدرات زي الرز، مكرونه، عيش، ستارش اللي هو النشا، اي حاجه بتخن، فايبرز، كل ده عباره عن كارب. طب حاجه كمان اورجانيك، عادي، بروتين يا عم. يعني البروتين برضو زي ايه؟ لحمه، فراخ، سمك، بيض، كل ده عباره عن ايه؟ بروتين. مش كل البيض، يعني البيض البياض اللي بره هو البروتين، اما الصفار عباره عن دهون. طب انا هاجي بعد كده في فاتس اللي هي الليبيدز. الفاتس دي عباره عن ايه؟ والله الدهون زي الاويل بقى، وزي الواكس، وزي ما احنا قلنا من شويه صفار البيض، كل ده عباره عن دهون. عندك حاجه كمان اسمها نيوكليك اسيد. النيوكليك اسيد دول اللي هو لو سمعت عنها يعني دي ان ايه وار ان ايه، وهنعرف برضو الفرق بين الدي ان ايه والار ان ايه النهارده باذن الله، يعني ما تقلقش. فكل الحاجات دي اصلا بتكون اورجانيك، كل الحاجات دي موجوده في جسمنا عباره عن كربون وهيدروجين الاثنين مع بعض. فاحنا بقى هنتكلم ان شاء الله النهارده زي ما قلنا عن الحاجات الموليكيولز اللي في جسمنا، وطبعا هنتكلم عن الحاجات الاورجانيك منها. اكيد مش هكلمك عن الميه يعني. وعلى فكره احنا كنا اتكلمنا عن الميه في اولى ثانوي لو تفتكر، ما انتوا دفعه غريبه، يعني انتوا دفعه اصلا مش فاهم لها انتوا بتاخدوا ايه. يعني انتوا اخدتوا في اولى ثانوي انتجريتد ساينس، جينا في تانية قال لك لا يا باشا فاكس بايو، انت مش بتاع بايو، بره عنك البايو دي، خد لك كيمستري وفيزيكس. جينا في ثالثه قال لك انت هتاخد نفس البايو بتاعت السنه اللي قبلها، طب انت ما تاسستش، فهو انت هتاخد نفس البايو برضه. ده اللي اتقال، فميكس غريب، كلام غريب انت مش فاهمه، فانت دفعه فار. فاقتنع وانت قاعد تتفرج على الفيديو دلوقتي ان انت دفعه فار. تمام، بس الدنيا هتعدي معاكم ان شاء الله، لان انت طبعا اخر دفعه في السيستم المتخلف، وهنزق الدنيا مع بعض. فالمهم احنا في الاول قسمنا المركبات اللي عندي لحاجات اورجانيك وحاجات ان اورجانيك. والله الاورجانيك في البدايه قلنا الحاجات دي فيها كربون وهيدروجين. الحاجات دي زي ايه؟ زي الكربوهيدرات والبروتين والليبيدز وزي النيوكليك اسيد. بس خد بالك ان الحاجات دي دايما الحاجه الاورجانيك بتبقى حاجه لارج، تبقى حاجه حجمها كبير. فهي اصلا من خصائصها ان هي اصلا لارج موليكيول بتكونتين كربون وهيدروجين اتومز. كربون وهيدروجين الاثنين سوا، واخدنا الاكزامبلز. تمام، حلو قوي. طب نيجي بقى الجهه الثانيه، لا احنا قلنا كربون اور هيدروجين. تمام، وطبعا حاجات حجمها صغير، الاكزامبل الووتر والايه الكربون دايوكسيد. وطبعا في مينرال سولتس وفي حاجات كتير يعني بتكون ان اورجانيك. بس عايزك تفهم حاجه بسيطه قوي. احنا قلنا ان الاورجانيك دي حاجه حجمها كبير، وعايزك تفهم حاجه صغيره. في البايو اي حاجه حجمها كبير، اي حاجه لارج، بسميها بوليمر.
يبقى اي حاجه حجمها كبير اسمها ايه في البيولوجي؟ اسمها بوليمر. اي حاجه حجمها كبير اسمها بوليمر، بتتكون من سب يونتس صغيره او حاجات صغيره بنسميها مونيمر. فانت الحاجه الكبيره بوليمر، الحاجه الصغيره مونيمر. فانت عندك الماكرو موليكيولز اللي عندك اصلا، او الحاجات اللي حجمها كبير اللي هي الاورجانيك اللي احنا اتكلمنا عنها، بتبقى عباره عن لارج اورجانيك موليكيول. بين قوسين كده قال لك ان هم اصلا اسمهم ايه؟ بوليمرز. طب حلو قوي، بتتكون من الفيوجن بتاع حاجه اسمها مونيمرز. تمام، هنجيب المونيمرز مع بعض فيكونوا لنا حاجه اسمها بوليمر عن طريق عمليه اسمها عمليه البلمره. طب حلو قوي، او البوليمرايزيشن. طيب لغايه دلوقتي المفروض ده السلايد دي تكون معاك تمام. يبقى واحده واحده نراجع عليها تاني. احنا قلنا ان البادي بتاع الهيومن كله بيتكون من حاجات كبيره، بس بنفضل نصغرها لغايه ما اوصل لاصغر حاجه في جسمي وهي الاتوم. طيب بنبدا بالاورجانيزم، بعد كده سيستمز، بعد كده اورجان، بعد كده تيشو. كل ده بعيني. طب نصغر اكتر نشوف بالميكروسكوب. عندنا بقى سيل، اورجانيل قصدي، مولكيول، وبعد كده اتوم. اتكلمنا عن المولكيولز دي صح؟ قلنا ان احنا عندنا حاجات اورجانيك وحاجات نون. قلنا ان انا هصنفها على حسب ايه؟ موجوده في جسمي او لا، ولا على حسب الكربون والهيدروجين؟ على حسب الكربون والهيدروجين. فانا بدات في الاول قلت لك والله الحاجات الاورجانيك كربون وهيدروجين مع بعض. الحاجات الان اورجانيك ده او ده، كربون او هيدروجين. طب حلو، لغايه دلوقتي الدنيا فل. طيب الحاجات الاورجانيك قلنا ان حجمها كبير، وقلنا ان احنا بنسميها ماكرو مولكيولز، وقلنا ان احنا هنسميها بوليمر. طب اكزامبل، كربوهيدرات، بروتين، فات، وعندك كمان نيوكليك اسيد اللي هم دي ان ايه او ار ان ايه. طيب الحاجات الثانيه اللي بتكون ان اورجانيك زي ايه؟ زي الووتر وزي الكربون دايوكسيد، مينرال سولتس، اي حاجه بقى عادي موجوده ما فيش فيها ده او ده. طيب الدنيا حلوه. ندخل بقى في السلايد الثانيه. احنا هناخد الكربوهيدرات هنتكلم عنها شويه. طبعا الاربعه دول ده بروتين، ده ليبيد، ده كارب، وطبعا احنا هنتكلم في الاخر عن النيوكليك اسيد. بس برضه قبل ما نبدا في الكارب والله في معلومه عايز اقولها لك. احنا قلنا ان كل حاجه في الماكرو مولكيولز اللي عندنا بنسميها بوليمر، ودي حاجه كبيره اكيد بتتكون من حاجه اصغر. يعني ناخدها واحده واحده. احنا هنبدا ان شاء الله بالكارب. الكارب ده حاجه كبيره قوي، تمام، حاجه كومبلكس اكيد بتتكون من مونيمر، حاجه صغيره. الحاجات الصغيره اللي بتكون الكارب بيكون اسمها ايه؟ الحاجات الصغيره اللي هتكون الكارب عندنا دي بيبقى اسمها سيمبل شوجر. يبقى خد بالك ان الكارب حاجه كبيره. طب المونيمر بتاعها ايه؟ سيمبل شوجر. طب نيجي عند البروتين، حاجه ضخمه، المونيمر بتاعه ايه؟ امينو اسيد. طب نفكنا من الاثنين دول ندخل على الفاتس، حاجه ضخمه، فاتس يبقى بتتكون من فاتي اسيد. خد بالك بروتين امينو اسيد، فاتس فاتي اسيد، نيوكليك اسيد في الاخر اللي هو الدي ان اي والار ان اي عباره عن حاجه اسمها نيوكليوتايدز. فدي كلها عباره عن ايه؟ مونيمرز للبوليمرز الاصليه بتاعتي او الماكرو مولكيولز، وهنتكلم عنها بالتفصيل ان شاء الله. نبدا بقى اول حاجه في الكارب. والله الكربوهيدرات اللي عندنا انت عارف ان هي حاجه لارج، عارف ان هي اصلا اغلبها سكريات، يعني زي مكرونه ورز وعيش والجو ده كله. فانا لو هديها شويه خصائص هقول والله في الاول لارج بيولوجيكال مولكيولز، بين قوسين سميها لك بوليمر، بتتكون من حاجات صغيره اسمها ايه؟ سيمبل شوجر. بالاخص مين من السيمبل شوجر؟ مونوساكرايد. ايه معنى كلمه مونوساكرايد؟ والله بص انا قلت لك ان الكارب عباره عن سكر صح؟ سكر معقد، حاجه كومبلكس جدا. لما تيجي تتكون من حاجه بسيطه هتكونها من ايه؟ سكر بسيط جدا، يعني واحده سكر. فالواحده سكر دي اسمها مونوساكرايد. يبقى الكارب اللي هي الحاجه الضخمه بتتكون من مونوساكرايد. بس شكرا، ده اللي انا عايزه منك. يبقى الكارب حاجه لارج بتتكون من ايه؟ حاجه اسمها مونوساكرايد، ودي اول حاجه حفظ. ندخل بعد كده انكلود بقى all sugars and starch، بس خد بالك انها جنرال فورمولا اصلا. ازاي؟ الكارب ده مركب كيميائي، ما انت عارف ان هي فيها سي و اتش، فيها كربون وهيدروجين، فليها حاجه بيزك كده انت بتمشي عليها. يعني ايه؟ عايز اقول لك مثلا نكتب لي صيغه سكر زي سكر الجلوكوز مثلا، ممكن تكون سمعتوا عنه او لا، بس هنشرحه بالتفصيل. سكر الجلوكوز ده رمزه الكيميائي بيكون ايه؟ بيكون C6H12O6. طب انا عندي سكر تاني امشي معايا عادي اسمه رايبوز، انت كده كده مش عارفهم لسه، رمزه بيكون C5H10O5. طب انت ما لاحظتش حاجه؟ دايما الكربون والاكسجين شبه بعض نفس الرقم، ودايما الهيدروجين ضعفهم. طب ما تيجي نعمل صيغه صغيره خالص كده نحفظها. الكرب دايما CH2O، CH2O يعني دايما السي لو بواحد والاكسجين بواحد يبقى الهيدروجين باتنين ضعفهم. وطبعا هنا بيقول لك في الاخر تايم ان.
ان دي اختصار ليه؟ اختصار لنمبر. يعني انت من الاخر عايز 5 سي اضرب دي في 5، عايز 6 سي اضرب دي في 6، وهتضرب طبعا دي في 2 في الاخر والجو ده. ففهمت الفكره؟ فدايما الكارب CH2O، دايما الكربون الهيدروجين ضعفه، والهيدروجين برضو ده ضعف الاكسجين، والاكسجين قد الكربون. حاجه سهله عامه يعني. المهم الميجر سورس طبعا اوف كربوهيدرات طبعا and the main and quickest source of energy. لو جيت سالتك سؤال منطقي جدا اقول لك هو انت ليه بتحط سكر على العصير؟ تقول لي يا عم طعمه هيبقى حلو واحس ان انا فريش وهيديني طاقه. طب كلمه طاقه دي ما جتش معاك سكه خالص؟ تيجي يا عم، يعني اسهل سورس للانرجي في جسمنا هو السكر، ده احسن حاجه تدينا طاقه. السكريات انت اكيد فاهم الحوار ده طبعا، مش كترها لان كترها يعلي الانسولين وهيغمى عليك، مش مهم دلوقتي. بس انت عارف ان اسهل حاجه هتديك ايه طاقه هي السكر. يبقى الكربوهيدرات هي بتكون عباره عن ايه؟ simplest source of energy to the body. ده اول معلومه نفهمها في حياتنا عامه. نهبط خد حاجه فيها سكر. طب نيجي بعد كده classified according to their chemical composition as follows، هنقسمها على حسب تركيبها الكيميائي. طب هنقسمها لايه؟ انت عارف ان الكرب ده بحر عامه، حاجه كبيره قوي، فانا عايز اقسمها تقسيمه صغيره. الكربوهيدرات بتاعتنا هنقسمها لحاجتين: سيمبل كرب بسيط كده صغير كده رقيق زي ما بيقولوا، وحاجه كومبلكس بقى اللي هي الحاجات اللي بتتخن، اللي اصلا اي حد بيعمل دايت او كلين بالك طبعا لو رجاله نازله الجيم هيقول لك والله انت ما تقلش في الحاجات الكومبلكس، ما تقلش في الكارب الكومبلكس. ليه؟ بيتخن يا عم. انت عايز تعمل ايه؟ كلين بالك، زود بروتين والجو ده. طيب عندك السيمبل هنقسمه لحاجتين: مونو ساكرايد سكر احادي قاعد لوحده كده حرفيا لوحده، داي ساكرايد 2 مونو مسكوا في بعض. يبقى تاني انت عندك السكر هنقسمه او الكربوهيدرات هنقسمها لسيمبل وكومبلكس. فكك من الكومبلكس مش مهم، تعالى عند السيمبل. السيمبل يا اما مونو حاجه واقفه لوحدها، يا اما سنجل 2 مونو لازقين سوا يعملوا لك الدبل او الداي ساكرايد. جميل، حلو قوي. ناخد اكزامبلز. عندك المونو ساكرايدز دول اشهر حاجه في الدنيا جلوكوز، خلاص. طب رقم 2 فركتوز، رقم 3 جلاكتوز، رقم 4 ريبوز. تحس ان بقول اصلا حاجات غريبه بس هم 4: جلوكوز، جلاكتوز، فركتوز، ريبوز. في حاجات تانية بس مش مهم يعني، ده اللي في المنهج او ده اللي كان موجود في البيولوجي عامه اللي المفروض انت تكون واخدها. وصلت؟ يبقى دي اصلا عباره عن مونوساكرايدز. طيب احنا عايزين ناخد حاجه اسمها دايساكرايد، هنشرحهم بتفصيل كده كده يعني، ما تحاولش يعني، حاول تركز دلوقتي بس. هناخد حاجه اسمها دايساكرايد. الدايساكرايد ده عباره عن ايه؟ 2 مونو ماسكين سوا. فانت هتجيب لي جلوكوز بلس جلوكوز يعملوا لك سكر اسمه مالتوز. واحده جلوكوز مع واحده جلوكوز زيها يعمل لك مالتوز. طيب واحده جلوكوز مع واحده جلاكتوز، جلوكوز وجلاكتوز تعمل لك لاكتوز. طيب حلو قوي. طب نيجي بعد كده لسه حاجه، يا عم لسه جلوكوز مع فركتوز يعمل لك سكر اسمه سكروز اللي هو سكر القصب. فانت خد بالك ان هتجيب 2 مونو مع بعض هيعملوا لك سكر من الدايساكرايد. نبقى ناخدها مع بعض تاني. عندك المونوساكرايد 4: جلوكوز، فركتوز، ريبوز، جلاكتوز. عندك الدايساكرايد 3: عندك مالتوز، عندك سكروز، وعندك اخر حاجه خالص وهي اللاكتوز اللي هو سكر اللبن. طب حلو، عايزين ناخد خصائص الحاجات دي. اي حاجه سيمبل بسيطه قوي. بسيطه قوي ازاي؟ والله السوليبل في الووتر بتدوب في الميه، ما هي سيمبل. والله بتكون ضعيفه بتكون ويك، طب ما هي برضه سيمبل صح. طب حلو قوي. طب نيجي على الحاجات الكومبلكس، اعكس ازاي؟ والله السيمبل كان بيدوب في الميه، الكومبلكس مش هيدوب في الميه. طب والله برضو السيمبل كان عندنا اكزامبلز كتير قوي، فكك من هنبص على اللي هنا. البوليساكرايد 3: عندك حاجه اسمها ستارش، حاجه اسمها جلايكوجين، حاجه اسمها اهم حاجه سيلولوز. ده هنتكلم عنها بالتفصيل، وعامه عندنا ان شاء الله في منهج ايه ثالثه او كلهم في منهج ثالثه والله. المهم عندك 3 حاجات تاني، عندك ستارش وجلايكوجين وسيلولوز. الحاجات دي بتكون موجوده في اجسام الليفنج اورجانيزمز وموجوده في جسمنا بس بطرق مختلفه شويه. ازاي؟ والله الستارش ده له فايده وهو الاستورج بتاع الانرجي او مخزن عامه للطاقه في الجسم بس في جسم البلانت. الجلايكوجين مخزن برضه للانرجي بس في جسم الهيومن والانيمال. السليلوز بيدخل في البيلد بتاع البلانت سيل، بيبني جسم الخليه النباتيه نفسه. هنعرف برضه ده بالتفصيل، ما تحاولش تعقد البايو، كل ده هيتشرح بالتفصيل بس انا بحاول الم لك المعلومات عشان اقولها كذا مره. طيب السمبل شوجر احنا قلنا ان هي بتدوب في الميه،
قلنا ان هي طبعا do not break طبعا down into smaller units لانها اصلا اصغر حاجه، فانت اكيد مش هتصغر المونوساكرايد اصغر من انها مونو، مش هتكسرها، فده ابسط حاجه. اخر حاجه طعمها حلو. مش انت لما تيجي تحط على حاجه سكر بتحط لي طبعا سكروز او بتحط لي قصدي جلوكوز تخلي الحاجه مسكره، بتحط لي مثلا سكروز على فكره عادي بيكون موجود اللي هو سكر القصب يخلي الحاجه مسكره. فالسكريات عامه الحاجات الطبيعيه طعمها حلو. تيجي بقى هنا الستارش ده هتاكل نشا. يعني على فكره اغلب الرجاله ممكن تحس بالحوار ده، ساعات بنشتري علبه كرياتين عشان الجيم، وفي بنات طبعا بتروح الجيم ساعات بنشتري علبه كرياتين، تيجي تبص على علبه الكرياتين دي تاخد سكوب في التاني تحس ان انت بتاخد نشا، حرفيا والله نشا مش كرياتين. فطعم النشا مش حلو. وصلت ده جلايكوجين وسلولوز برضه طبعا مش حلو عامه. مين هياكل جلايكوجين وسلولوز؟ هجيبهم منين اصلا؟ وصلت الفكره. طيب يبقى المونوساكرايد هنا consist of one sugar unit only. there are طبعا simplest of the carbohydrate. examples عليها الاربعه اللي احنا قلناهم. طيب ندخل بقى في شكلهم تاني. عندك اول حاجه لو هاجي هتكلم مثلا عن الجلوكوز الباشا بتاعنا، ده سكر العنب، ده السكر اصلا ربنا خلقه جوه العنب. طيب الفركتوز ده سكر ربنا خلقه جوه الفواكه. طيب الجلاكتوز ده بيدخل في الفورميشن بتاع الميلك. خد بالك انا قلت ايه؟ قلت بيدخل في الفورميشن بتاع الميلك مش هو الميلك. وصلت؟ يبقى سكر الميلك اصلا كان داي ساكرايد بيتكون من حاجتين، الحاجتين دول مونو اللي هو الجلوكوز ده ماشي حلو والجلاكتوز ده. وصلت؟ يبقى ده بيدخل في فورميشن الميلك. طيب عندك الرايبوز، الرايبوز ده بيدخل في الاستراكشر بتاع الدي ان ايه والار ان ايه، فبيدخل في تكوين النيوكليك اسيد. تمام. طيب هنا في الكتاب انا زودت لك معلومه صغيره قوي، ايه هي؟ هو ده رايبوز بس في حاجه تانية اخوه اسمه دي اوكسي رايبوز، نفس السكر بالظبط بس ده C5H10O5 صح؟ فده طالما اوله ار يبقى بيدخل في الار ان ايه. طب ده C5H10O4 فبقى دي اوكسي، شلت واحده اوكسي اوله دي فهيدخل في الفورميشن بتاع الدي ان ايه. وصلت الفكره؟ فكده كده كلهم نيوكليك اسيد. طب حلو قوي. ندخل على الداي ساكرايد. قلنا مونو زائد مونو يديني داي. عندك ساكروز مالتوز ولاكتوز. ساكروز والله سكر القصب، طب مالتوز سكر الشعير عادي، طب عندك اللاكتوز ده سكر اللبن. طيب الساكروز بيتكون من ايه؟ القصب انا ساعات بعتبره فاكهه او هو فاكهه معرفش مش فلاح، بس عندك جلوكوز وفركتوز اللي هو سكر الفاكهه اللي هو الفركتوز ده يعمل لك الساكروز. طب تجيب لي جلوكوز برضه بس مع جلوكوز زيه يعمل لك توأم بيبقى مالتوز. طب تيجي بعد كده لاكتوز جلوكوز برضه بس مع مين؟ مع الجلاكتوز. وصلت الفكره؟ فانت حاجه سهله، الجلوكوز هو عامل مشترك في كله، الجلوكوز شغال فين؟ في كل الدايساكرايد. طيب لغايه دلوقتي اتوقع الدنيا بسيطه. طب نيجي بعد كده نكمل. عندك الكومبلكس كارب بقى. الكومبلكس كارب انت عندك قلنا 3، قلنا ستارش وقلنا جلايكوجين وقلنا كمان في حاجه اسمها سيلولوز. فانا لما اجي ابص على الخصائص الجنرال كاركترستكس بس بتاعتهم هلاقي ان هي كده كده مش هتدوب في الميه على عكس السيمبل كانت بتدوب. هلاقي ان طعمها هنا مش حلو، والله مثلا هنا نوت سويت اند تيست. الحاجات بتاعتنا الثانيه السيمبل لا كان طعمها حلو. هنا هاف هاي مولكيولار ويت وزنها عالي، ما هي كومبلكس، هناك كانت يا عم عبيطه دمون ووزنها صغير. طب نيجي بعد كده هنا نوت سيلبل ان اورجانيك سولفنت، ما بتدوبش في المذيبات الاورجانيك. طيب اكزامبل ستارش سيلولوز وعندك الجلايكوجين وعندك حاجه اسمها تشيتن، دي اللي بتكون الاكزوسكيلتونز او الهياكل بتاعه المفصليات من بره زي العنكبوت مثلا، ده اللي بيكون جسمه من بره. فكك منها مش منهجك دلوقتي، هناخدها ان شاء الله بعدين. تيجي بعد كده each of them composed of ايه؟ يعني لو هاجي ابص ايه الفرق بين الستارش والجلايكوجين والسيلولوز؟ ايه الفرق بينهم؟ اول حاجه عايزك تفهم ان كلهم عباره عن جلوكوز. يعني ربنا خلق الستارش والجلايكوجين والسيلولوز كلهم جلوكوز بس جلوكوز متكرر. يعني هنا مثلا والله تلاقيها مثلا تشين سلسله فيها 1000، طب 2، طب 3، طب 4، انت مش عارف. والسيلولوز مثلا او الستارش اللي بيكون موجود في البطاطس مش زي اللي في البطاطا، مش زي اللي في البقدونس، مش زي اللي في فاهم انت الفكره؟ فكل حاجه ربنا خلقها اكيد بطريقه مختلفه، اكيد بكميه مختلفه. فانت عندك الستارش له فايده، احنا عارفين فايدته، مش عارف الكورس ده اللي حاطه هنا بس احنا عارفين فايدته. ايه فايده الستارش ده؟ مخزن للطاقه، استورج بس للانرجي. ده اللي هيطلبوا منك، استورج للانرجي فين؟ ان بلانت. طب هل ممكن يدخل جوه جسمنا؟ يا عم روح كل بطاطس ودخل نشا،
روح اشتري كيس نشا وحطه على الاكل ما توجعش دماغك عادي يعني. ماشي، ما تضيقهاش، ما تبقاش ضيق يعني. دايما حط في دماغك ان في البايو ما تبقاش ضيق، حاول ان انت ايه، مش عايز اشتم بس انت تبقى فليكسبل شويه. نيجي بعد كده عندك الجلايكوجين. الجلايكوجين ده ستورج برضه للانرجي، بس فين؟ نفس فايده الستارش على فكره، بس ده موجود فين؟ موجود في الهيومن، وموجود عادي خالص برضه في الانيمال. يبقى نفس برضه الاستورج بتاع الانرجي بس في جسمنا وفي جسم الانيمال. نيجي بعد كده بتخزن فين؟ موجود فين في جسمنا؟ والله هو متركز في الليفر، متركز بالظبط عند الكبد كده. اصلا مش دايما بتسمع يقول لك ايه، لما واحد وزنه يزيد يقول لك ده عنده يا عم دهون على الكبد، ده عنده مش عارف ايه. ما الحاجات دي اصلا جايه منين؟ جايه من كتر الاكل. انت عمال تاكل 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 فجسمك بيخزن، فده اصلا المخزن عندك. خلاص، فالجلايكوجين متخزن طبعا متركز في الليفر وكمان في الماسلز بتاعتنا في عضلاتنا. بس على فكره، عارف انت لما تنزل الجيم وتروح وتيجي والجو ده عضلاتك بخيله. يعني ايه عضلاتك بخيله؟ ما تسحبش الطاقه الا لنفسها. يعني انت لو جسمك بيموت حضرتك مش محتاجه الطاقه لنفسها بتطلعهاش. ودي برضو معلومه غريبه بس عندنا في المنهج ان شاء الله، وهناخدها حتى في الاندوكراينولوجي في شابتر الهرمونز. تيجي بعد كده عندك السيلولوز. السيلولوز والله برضو عباره عن جلوكوز، برضو عباره عن سكر اللي هو المونو. بس الفكره هو مختلف عنهم، يعني ده ستورج، ده كمان ستورج مخزن، بس اختلاف المكان بتاع المخزن يعني. لا ده بيدخل في الاستراكشر بتاع البلانت سيل، ده بيدخل في تكوين الخليه النباتيه. ازاي؟ بص، انت عندك دي من كراسمه، انا بص معلومه انت لو كنت معايا هتفتكرها، ولو ما كنتش لسه معايا وبتتفرج جديد هتعرفها. انا ما بعرفش ارسم، انا دايما بجيب لك الحاجه مرسومه، انا فلاح رسم. فدي بلانت سيل، تخيل معايا. حلو. اللي بره ده بيكون اسمه سيل وول، جدار للخلايا النباتيه. والحته اللي جوه دي كلها بيبقى اسمه سيل ممبرين، يعني غشاء الخليه. ففي فرق بين الجدار والغشاء. وطبعا بقى هنا في نيوكليوس، هنا بقى في حاجه اسمها ساف فاكيول، هنا بقى في ميتوكوندريا، في حاجات كتير جوه. بس اللي بيكون الوول ده مين اللي هيكون الجدار ده؟ هو الاخ ده، هو السليلوز. دي الحاجه اللي هتكون جدار الخليه، دي الحاجه اللي هتكون السيل وول. وصلت الفكره؟ جميل. هنا طبعا في حاجات بيقول لك برانشد تشين، ان برانشد تشين، هايلي برانشد تشين. الحاجات دي مش منهج، فكك منها، انا بس ضايفها عشان تبقى تقراها وتعرف ان في فروقات، بس تحفظش حاجه من دي، احفظ بس اللي انا بقوله. طيب نيجي بعد كده نكمل. كده احنا خلصنا الكارب. ندخل بقى في رقم 2، الليبيدز، الدهون اللي هي مطلعه ميتنا كلنا، مزهقانا كلنا. خلاص مش عايز ابقى الجو العفويه والجو الرخم بتاع المدرسين ده، بس ايه، انا بحاول ابقى هادي. عندك الليبيدز، لو هديها ديفينيشن فانت عارف ان هي كده كده هي ماكرو مولكيول، كده كده هي حاجه كبيره. وطالما الليبيدز اصلا حاجه كبيره فاكيد هتتكون من حاجات اصغر اللي هي المونيمرز. فانا عايز ابدا ديفينيشن في الاول، هقول والله ان الليبيد بتاعتي بتكون عباره عن لارج بيولوجيكال مولكيول، وهقول برضو ان اسمها بوليمرز، بتتكون من several smaller units اسمها مونيمر. بس المونيمر بتاع الليبيد حاجه اسمها فاتي اسيد. يبقى احنا كده نستنتج حاجه بسيطه، كلمه ليبيدز اصلا هي كلمه فاتس بالظبط. يعني كلمة فات هي كلمة ليبيد، مفيش فيها أي اختلاف، دي دهون ودي دهون، نفس المعنى، مفيش أي اختلاف. طيب الفاتي أسيدز بتتكون من إيه؟ كربون أكيد يعني، ما هي أورجانيك، أكيد معاها هيدروجين يعني، ما هي أورجانيك، وطبعا الأكسجين لازق في النص. فاكر لي الكرب كانت بتتكون من إيه؟ برضو سي اتش او، بس كان في رقم صغير في النص 2، قمنا عاملين قوسين كده. هنا بقى لا، مفيش ارقام ثابته يا باشا، الدهون بقى يا دهون. تمام. بس خد بالك، هل الدهون بتدوب في الميه؟ فكر. لا. يعني لو واحد مننا وقع على مثلا القميص بتاعه او مثلا التيشيرت بتاعه زيت، ما بيدوبش في الميه. مامتك بتطلع عينك تفضل تسبلك وتعمل كل حاجه ومش هيطلع، مش هيدوب برضه. وصلت؟ فانت عندك السلوبيلتي في الوتر، الليبيدز ما بتدوبش في الميه. الزيت ما بيدوبش في الميه، انت اكيد عارف لو جبت كوبايه فيها زيت حطيت شويه ميه مش هيدوبوا في بعض. طيب امال بيدوب في ايه؟ بيدوب والله في البنزين، بيدوب في الحاجات الاورجانيك سولفنت عامه، المذيبات العضويه. طيب حلو قوي. طب عايزين ناخد اصلا الليبيد بيتكون من ايه؟ احنا قلنا فاتي اسيد. طيب يا عم ماشي، الفاتي اسيدز يعني دي عباره عن ايه؟ والله عباره عن كحول اسمه جليسرول ماسك فيه 3 فاتي اسيد، وده تكوين الليبيد. يبقى 1 جليسرول 3 فاتي اسيد، كده احنا كوننا الليبيدز بتاعتنا. الكلاسيفيكيشن بتاعها هنقسمها تقسيمه غريبه شويه. التقسيمه بتاعتي على حسب 3 حاجات، او هنقسمها ل3 حاجات. هنقسمها لفات واويل وواكس. يعني ايه؟ والله دهون
زيوت وشويه شمع. طب ايه الفرق بينهم اصلا؟ والله الدهون اللي عندك حاجه سوليد، الواكسز الشمع اكيد الشمع حاجه سوليد حاجه صلبه، الاويل والله ده ليكويد. طب ازاي تكوينها كده؟ هي مش منهجك، بس الفاتي اسيدز اللي جوه في حاجات في البايوكيمستري، لما ان شاء الله تدخل ميديكال فيلد تعرف يعني ايه بايوكيمستري، في حاجات جوه الفاتس عامه او جوه الليبيدز بصفه عامه بيكون اسمها saturated و unsaturated fatty acids. فدي مش منهجك، فانت ما تركزش هي ليه جامده وليه ضعيفه، ما ترجعش للاصل، اعرف بس ان كده كده الدهون حاجه صلبه، فانت عندك خلاص سوليد، عندك الزيت اكيد ليكويد وعندك الواكسز اكيد سوليد. نيجي بعد كده اكزامبل البوتر والانيمال فات، الزبده اكيد، والدهون الحيوانيه اللي بتبقى في اللحمه والجو ده. اويلز عندك الاوليف اويل والفيش اويل، زيت السمك وزيت الزيتون عادي يعني. عندك الواكسز البلانت واكس لايك الكيوتين البيز واكس، كل الحاجات دي بتكون شمع عادي يعني، بس طبعا سوليد. الشمع انت عارف ان هو سوليد. نيجي بعد كده الكومبوزيشن ترايجليسرايد عادي، بس بيقول لك اننا ستورد ان اديبوس تيشو، موجود في الانسجه الدهنيه. ما انت عارف ان هي اصلا دهون، الدهون موجوده فين يعني؟ ما هو بص الف بقى بصمجه، دهون انسجه دهنيه يعني اديبوس تيشو. طب عادي فانكشن انرجي ستورج يعني انسيوليشن. واحده واحده، انت عارف ان كده كده الواحد دايما في مقوله بيقول لك الراجل اللي ملوش كرش ما يسواش قرش وعبط كده، بس ده معناه ايه؟ معناه انت جسمك مليان طاقه. يعني انت هقول لك برضه، انت رحت الجيم دايما اصلا بيقول لك في مقوله، ما اعرفش ان دي مواقف كلها في الجيم، بس دايما مع ان مش يعني فاهم مش الفورمه يعني، بس دايما بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان انت لو بتنشف فانت في الحاله دي انت مش هتعرف تشيل وزن كتير. ليه؟ انت بتقلل دهون فمفيش طاقه، فهي دي الحزم. فانت لو قللت دهونك فانت مش هتعرف تعمل طاقه، فاصلا الدهون عامه حاجه لها علاقه بالطاقه. طيب برضو حاجه غريبه بنشوفها بعينينا، لو احنا مثلا رحنا دهب او رحنا مثلا شرم في الشتاء في عز البرد، مع ان ده حاجه غريبه، رحت مثلا شرم في عز البرد اكيد الجو تلجي بالنسبه لنا قوي، بتلاقي عادي الاجانب عاملين ايه هناك مثلا؟ جايه بقط، جايه بشورت وماشيه عادي كده، وانت ماشي بجاكيت والدنيا قافله. طب ليه هي ماشيه كده او هو ماشي كده وانت ماشي متكتف؟ لان الدهون بتاعت جسمهم بما انهم اصلا عايشين في بيئه بارده جدا بتيجي تحت الجلد وبتكون لير تعمل انسيوليشن للبودي، بتعزل البودي بتاعهم عن التمبريتشر بره. يعني ايه؟ مش معنى ان جسمك فيه دهون ان اصلا ان انت تبقى تخين جدا، لا، في طبقه عازله من الدهون بتبقى موجوده تحت جلدك. هم عندهم الطبقه دي كبيره شويه لان هم عايشين اصلا في بيئه بارده، فلما يجي لك هنا احنا الجو بالنسبه لنا تلج، هو ماشي يا عم ايه يا عم ده درجه الحراره عندي -2 وسالب 3 قشطه، عندكم 20 يعني انت بردان ليه؟ فاهمين الفكره؟ فده المبدا اللي بكلمكم فيه. فالدهون بتاكت از انسيوليشن زي ما بتاكت از انرجي ستورج. طب نيجي عند الزيت انرجي اند هيلب الموبيليتي. نيجي عند الواكسز بروتكشن اند ووتر بروفنج. اكيد انت عارف ان الشمع ما بيعديش الميه، ونقطه ما بيعديش الميه زي مثلا هقول لك عارف التفاح؟ تقول لي اه اكيد يعني كلنا عارفين التفاح، من بره بتلاقيه بيلمع كده، وكل ما تغسله بالميه تلاقيه برضه بيلمع والميه ما بتدخلش جواه، الميه بتقع من عليه. ليه الميه بتقع من على التفاح؟ عشان عليه من بره لاير من الواكس، لاير كامله من بره من الشمع. اللاير اللي من الشمع دي بقى بتعمل له بروتكشن وبتخليه ووتر بروف، حرفيا ما ينفعش الميه تدخل جواه، اكيد عشان الانفكشن، مش تبقى حاجه وحشه حاجه حلوه. طيب الكومباوند ليبيدز، كل حاجه دي سمبل ليبيد. الكومباوند ليبيد بقى معناه ان الليبيد اصلا، بس ليبيد بيكون معقد داخل فيه حاجات كتير، زي عندنا حاجه بتكون موجوده في المنهج اسمها فوسفو ليبيد. الفوسفوليبيد ده عباره عن ايه؟ عباره عن CHO بس بالاضافه لفوسفورس وشويه نيتروجين. يبقى خد بالك ان انت كنت اصلا في الطبيعي ان الليبيد هي CHO، بس انت دلوقتي زودت عليها فوسفورس ونيتروجين فانت كونت حاجه اسمها فوسفوليبيد. فاكر رسمه السيل بتاعت البلانت العبيطه اللي انا كنت عملتها لك كده دي؟ او قلت لك ده مش عارف ايه، كان اللي بره ده كان اسمه وول، واللي جوه ده كان اسمه ممبرين. فاكر مين اللي كان بيكون الوول من السلايد اللي فاتت؟ فكر 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 فكر، سيلولوز. طب مين بيكون البلازما ممبرين اللي جوه ده اللي هو السيل ممبرين ده؟ الفوسفوليبيد. دي اللي هتكون مين؟ السيل ممبرين. فالفوسفوليبيد والله عباره عن كام حاجه صغيره، اوتسايد اصلا اوف ذا سيل اللي هي المنطقه اللي بره دي، وحاجه تانية بتكون مدفونه جوه. المهم الفوسفوليبيد ده عباره اصلا عن مركب، وعلى فكره هناخد تركيبه قدام فانا مش هشرحه دلوقتي عشان كده كده هيتشرح قدام ان شاء الله. عباره عن مركب بيدخل فيه تكوين السيل ممبرين. طيب عندك بقى درايفد ليبيدز،
او derivatives حاجات مشتقه، دهون او ليبيدز بس مشتقه او محوله. سمعت عن الهرمونات الجنسيه السكشوال هرمونز زي مثلا التستوستيرون او الاستروجين، بروجسترون، كل الهرمونات دي عباره عن دهون. طب دهون ايه؟ دهون محوله او دهون مشتقه من حاجه اصليه. تمام؟ طيب تمام قوي. فانت عارف الامبورتنس بقى بتاعت الليبيدز دي كلها ايه؟ تقول لي والله شغاله انها تديني طاقه، كمان غير الطاقه شغاله في انها بتعمل لي عزل للجسم، كمان بتصنع لي شويه هرمونز، كمان يا عم بتدخل في تكوين السيل ممبرين بتاع الانيمال سيل والبلانت سيل. بس طبعا انا برسم لك البلانت على طول عشان تعرف ان البلانت عباره عن وول وعباره عن ممبرين الاثنين، انما احنا اهو دي الهيومن سيل مفيش فيها وول، عباره بس عن ممبرين اللي هو ده. ندخل على البروتين الباشا بتاعنا اللي احنا كلنا محتاجينه. البروتين ده بيكون عباره عن ايه؟ برضه هقول نفس الكلام تاني معلش. البروتين عباره عن ماكرو مولكيول، فهو حاجه لارج. طالما حاجه لارج يبقى عباره عن ايه؟ عباره عن بوليمر بيتكون من حاجات صغيره، اسم الحاجات الصغيره بتاعته اللي هي المونيمرز. البروتين حاجه كبيره، الحاجه الصغيره اللي بتكونه هي امينو اسيد. امينو ايه؟ امينو اسيد. فانت بتفضل تجيب امينو 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 تحطهم سوا لغايه اما يكونوا مين؟ حاجه اسمها بروتين. طب تمام. تكوين الامينو اسيد ده ايه؟ تكوين الامينو اسيد بتاعنا بيكون في النص كربونه بس حواليها 4 حاجات. حواليها هيدروجينه، سهله يا عم وبسيطه دي. تحتها حاجه اسمها الكايل جروب، حرف الار ده اسمه الكايل جروب. من الجنب ده حاجة اسمها كاربوكسيل جروب COOH. من هنا حاجة اسمها أمينو جروب اللي هي NH2، عشان كده بسميه أمينو أسيد عشان في أمينو جروب. طيب تمام قوي. الأمينو أسيدز اللي بتدخل في الفورميشن بتاع البروتين لها عدد، عددها قد إيه؟ 20 بس. يبقى في الدنيا كلها الامينو اسيدز اللي هتكون البروتين 20 بس. هل كل الامينو اسيدز اللي في الدنيا تكون بروتين؟ لا، 20 منهم بس يكونوا بروتين، وعامة اسمائهم معروفة بس انا مش هقول لهم لك يعني. هو في حاجات بقى الرجاله بتجيبها او برضو از سبلمنت يعني عشان جسمنا بيبقى محتاجها، زي الليوسين والايزوليوسين. الحاجات دي تبقى مشهوره، مثلا في جلايسين، في حاجات كتير تبقى موجوده بس طبعا هم اسمائهم مش عندك ففكك منهم. فده الامينو اسيد. طب انت بتعمل ايه؟ تقول لي والله انا بجيب امينو مع اخوه شويه كمان امينو كمان واحد يا عم، ممكن احط بقى 1000 2000 3200 اي رقم مش فارقه بس هكون بروتين. طب ازاي الامينو اسيد تمسك في بعضها؟ انت هتجيب لي واحد امينو مع واحد امينو اخوه يمسكوا في بعض كده، الرابطه اللي في النص دي اللي مسكتهم اسمها بيبتايد بوند. يبقى اسم الرابطه اللي في النص ايه؟ اسمها بيبتايد بوند. يبقى دي بتوين امينو اسيد بلس امينو اسيد. علشان يعملوا ايه؟ عشان بس يمسكوا في بعض كده. هي دي بقى البيبتايد بوند. جميل، حلو قوي. طيب البيبتايد بوند بتتكون ازاي؟ ريموفينج ا ووتر مولكيول، بشيل واحد ميه. يا عم ازاي يعني؟ انت بص، دي اسمها كاربوكسيل جروب صح؟ يعني ايه كاربوكسيل جروب؟ والله COOH دي موجوده في واحد. التاني اللي في الجنب التاني بيقابلها NH2، بتاخد لي هيدروجينية من هنا مع الOHية من هنا وتعمل لي بوند في النص. ده شغل كيمياء بره عني مش بتاعي خالص، بس اعرف لي كام حاجه في البايو دلوقتي عشان نمشي عليها. عدد البيبتايد بوندز اللي هتتكون بيساوي عدد الووتر موليكيولز اللي هتتشال. ما انت عارف ان انا عشان اكون واحده عملت ايه؟ شلت واحد ميه. يبقى عشان اكون 1000 هشيل 1000 ميه. حلو، جميل قوي. بس خد بالك خد بالك، دول كام امينو؟ تقول لي 1 2. في بينهم كام رابطه في النص؟ رابطه واحده مسكت الاثنين. شلنا عشانهم كام ميه؟ شلنا عشانهم واحده ميه. يبقى نستنتج حاجه، دايما الامينو اقل من البوند بواحده. يبقى انا لو عندي 5 امينو 1 2 3 4 5 بينهم كام بوند؟ تقول لي 1 2 3 4. شلنا عشانهم كام ميه؟ 1 2 3 4. يبقى لو معايا 100 يبقى 99 و99. طب حلو قوي. ندخل بعد كده على انواع البروتين. انواع البروتين 2: سيمبل وكومبلكس بروتين. السيمبل والله composed of and only amino acids، امينو اسيد بس اللي هيكونه. لايك ايه مثلا؟ عندنا بروتين في جسمنا اسمه البيومين. الالبيومين ده بروتين موجود في بلازما الدم عادي خالص. طيب بيكون موجود في البلازما مسؤول عن ايه؟ ان هو يمنتين الاوزموتيك بريشر اوف ذا بلاد. يعني ايه بقى اوزموتيك بريشر اوف ذا بلاد؟ ضغط
او تركيز الدم. ده اللي بيساعد ان هو يظبط ضغط وتركيز الدم بتاعنا، وهنعرفها قدام ان شاء الله. طيب نيجي بقى عند الحاجات الكومبلكس اللي هي كانت موجوده هنا دي. عندك الكونجيجيتد بروتين، بروتين بس مرتبط بعنصر تاني. هنا سمبل، هنا امينو اسيد بس، هنا بروتين ومعاه حاجه تانية. يعني لو امينو اسيد وزودت عليها يا عم شويه فوسفورس، بقى عندك كده دلوقتي بروتين اسمه كازين اللي هو بروتين الملك. ما انت عارف ان اللبن غذاء كامل، في سكر كان اسمه لاكتوز، في بروتين اسمه كازين، في فاتس اللبن فيه دهون، انت عارف ان هو كامل في كل حاجه. نيجي بعد كده امينو اسيد بلس ايرون، لو هتجيب تضيف عليه حديد، خد بالك من الحته دي بقى اسمه هيموجلوبين، موجود في جسمنا صح. عملنا كلنا تحليل سي بي سي قبل كده او تحليل دم عشان نشوف نسبه الهيموجلوبين عامله ازاي، او الانيميا عامه، تحليل الانيميا. طيب امينو اسيد بلس ايودين مع عنصر اليود، ده بقى عبارة عن ايه؟ هرمون في جسمي وجسمك وفي جسم اي بني ادم حتى الانيمالز موجود، سيروكسين. مش بنسمع عن حاجة بيقول لك ده عنده الغدة. يا عم انت عندك يعني ايه عندك الغدة؟ يعني عنده مشكلة في الغدة دي، الجلاند دي، يبقى عنده مشكلة في هرمون اسمه سيروكسين سواء كتير او قليل. طيب امينو اسيد بلس نيوكليك اسيد، فبتطلع حاجة اسمها نيوكليو بروتين، ده موجود جوه النيوكليس اوف ذا سيل، وهنعرفها ان شاء الله واحنا ماشيين في المنهج. خد بالك انت عندك كي بوينت مهمة بقى. بص انا لما جيت قلت لك انا عندي حاجه اسمها بروتين صح، تقول لي البروتينات دي بتصنع حاجه في جسمنا اسمها انزيمز. فانا قبل ما اخد الكي بوينت دي اصلا انا عايز اتكلم عن النيوكليك اسيد وبعد كده اخد الانزيمز عشان نفهم الكي بوينت دي. معلش هنأجلها دقيقه. انت بقى عندك دلوقتي حاجه اسمها نيوكليك اسيد. النيوكليك اسيد دول عباره عن ايه؟ حاجه اسمها دي ان ايه، حاجه اسمها ار ان ايه. بس ايه معنى كلمه نيوكليك اسيد اصلا؟ يعني ايه نيوكليك اسيد دي؟ والله نيوكليك اسيد ده حاجه بتكاري الجينيتك انفورميشنز بتاعه البادي، حاجه بتشيل معلوماتنا الجينيه. طب يعني ايه برضو بتشيل معلوماتنا الجينيه؟ يعني مثلا اقول لك لون العين، مش ده اصلا صفه متوارثه؟ يعني ايه؟ يعني ما ينفعش مثلا او نادر جدا لما تلاقي واحد عينه خضراء ومراته عينها خضراء وابنهم عينه مثلا بني، نادر صح؟ نادر جدا. فانت عارف ان الصفات دي بتورث، اللون البشرة بيورث، لون الشعر بيورث، كل الحاجات دي بيتم توريثها. ايه بقى الحاجة اللي بتكري كل جيناتنا؟ هي الدي ان ايه. طب في شوية فيروسات ما عندهاش دي ان ايه، عندها حاجة تانية اسمها ار ان ايه وصلت، فالاتنين عبارة عن حاجة بتكاري الجيناتيك انفورميشنز بتاعت الليفينج اورجانيزم. طب حلو، بس احنا عايزين ناخد الفرق بين الدي والار بقى بسرعة كده. كده عندنا شابتر كامل 5 دروس بيتكلموا عن الدي ان اي والار ان اي في منهج ثالثه ثانوي. 5 دروس حرفيا، وعلى فكره 5 دروس حلوين جدا. بس هنا والله هنتكلم في الاول عندنا حاجه اسمها بنتوز شوجر، ده حاجه السكر اللي بيكون اصلا الدي ان اي والار ان اي. بس في البدايه الاثنين ليهم سب يونتس. ما انت عارف ان هي حاجه لارج، الحاجه الكبيره بتكون حاجه صغيره. اللارج مولكيول ده هيتكون من حاجه اسمها مونيمرز، المونيمرز بتاعته اسمها نيوكليوتايدز. فانت الحاجه بقى اللي هتكون الدي ان ايه او الار ان ايه اسمها نيوكليوتايد. طب انا عايز اعرف ايه تكوين النيوكليوتايد نفسها. هبدا ابص هلاقيها عباره عن بنتوز شوجر، سكر خماسي الكربون، سكر بس فيه 5 كربون. فانت السكر ده هنقسمه لحاجتين، يا اما رايبوز لو كان ار ان ايه زي ما قلنا، يا اما دي اوكس رايبوز لو كان دي ان ايه. طيب احنا قلنا من شويه ان الرايبوز كستراكشر او ككيميكال فورمولا خاص بيه هو C5H10O5. بس لما جيت اكلمك عن ده قلنا ايه؟ قلنا C5H10O4. يعني في اكسجين ناقصه منين؟ من هنا، من الكربونة التانية. وصلت؟ احفظها. تيجي بعد كده والله في حاجة تانية اسمها نيتروجين بيز. النيتروجين بيزز اللي بتكون الدي ان ايه AGCT، اسمهم ايه تاني؟ AGCT، ادينين جوانين سيتوزين، وعندك سايمين او سايمين عامة. طيب النيتروجين بيزس اللي بتكون الار ان ايه AGC برضو. شفت الثلاثة دول؟ هم الثلاثة دول بالظبط. يعني ده هو ده، بس اختلاف ايه؟ هنا في ثايمين، في تي، هنا في حاجة اسمها يوراسيل اللي هي اليو. تمام قوي. طب في فروقات تانية. الدي ان ايه هو اوله دي فبيبقى دبل ستراند. الار ان ايه لا ده سنجل ستراند عادي. الدي ان ايه carry genetic information for all living organism او نصححها most of living organisms. طب احنا كار ان ايه لا some viruses او بعض الكائنات. يعني زي مين مثلا ار ان ايه؟ كورونا،
عادي يعني. كان ار ان ايه انفلونزا ايه ماشي. انفلونزا برضو عباره عن ار ان ايه. سمعت عن فيروس اسمه ايدز ار ان ايه. خلاص كل حاجه ده ار ان ايه. طب دي ان ايه زي ايه بقى؟ والله بقى عندك البوكس فيروس الجدري بيكون برضو ايه، بيكون دي ان ايه. اي فيروس عامه بيجي للهيومن مره واحده ويتعالج هو بيكون دي ان ايه. اما الار ان ايه لا، بيجي كتير جدا لسبب منطقي عايزك تفهمه. مين شكله فيكس ده بين ده وده؟ وعايزك بجد تجاوب تشتغل كده. والله مين شكله مستقر وثابت؟ اكيد الدي ان ايه، لانه دبل ستراند. ده شكله ثابت فجسمك عارفه. لو دخلك مرة وانت دافعت عن جسمك ضده خلاص انت حميت نفسك. طب ده لو دخلك مرة هيجيلك المرة الجاية لافف شكله. ما هو مفيش حاجة حكماه، مش ثابت. كل شوية يلف ويتغير يلف ويتغير. مش عارف انا بعمل كده بس هو بيعمل كده. وصلت؟ فجسمك ما بيعرفوش يدخل برضه يأذيك تاني وتالت. احنا بيجيلنا برد كام مرة في الأسبوع؟ كتير جدا. وصلت؟ وعامة هو نفس الفيروس ما بيختلفش. ماشي. عندك بقى الكي بوينت، النيوكليوتايد ار ذا بيلدينج بلوك اوف نيوكليك اسيد، عرفناها خلاص. عندك الدي ان ستورز جينيتك انفورميشن، برضه عارفينها. بس الار ان اي بيساعد في ان نستخدمها تو ميك البروتين، ودي فايده تانية. ازاي؟ احنا قلنا دول فايدتهم في الجينات خلاص، ده اغلب الكائنات، انما ده شويه كائنات. ده موجود في جسمي بس وظيفته تصنيع البروتين. يبقى الار ان اي في جسمنا بيصنع بروتين. واحنا قلنا عندنا شابتر كامل، ما ندخلش نفسنا في الهبل دلوقتي. عندنا شابتر كامل للدي ان اي والار ان اي. طيب نتكلم كمان شويه عن النيوكليك اسيد. احنا قلنا ان هو اصلا بيتكون من حاجه اسمها النيوكليوتايدز. فانا لو هتكلم عن النيوكليوتايد دي بنتوز شوجر، هنا نيتروجين بيز بتكون موجوده. ولو دي ان اي كان A او G او C او T. بس لو ار ان اي كان A او G او C او U. صح؟ تقول لي جميل. طب ده فوسفيت جروب بتكون لازقه هنا. بفقد هيدروجين من الدي ان ايه من عند الكربونات التانية. هنا ساعات بنزع منها واحده اكسجين. تمام؟ حلو قوي. طب ما الدنيا سهله يا عم، امال في ايه؟ طيب نيجي بعد كده على الانزيمز. بص، جسمي انا كبني ادم، مش كمازن، كبني ادم بنعمل عمليات حيويه كتير كتير قوي، عمليات حيويه في جسمنا. طب جميل. العمليات الحيويه دي بيحصل فيها ايه؟ تقول لي والله بص، انت جسمك بيتبنى. يعني مثلا انت رحت الجيم عملت تيرنج بس صغير لشويه فايبرز، فانت بتكسر فيها بس تتبنى اكتر عشان تكبر. تقول لي طب انا اكلت شويه سكر، خدت معلقه سكر مثلا، عايز اخد طاقه عام. السكر ده بيحصل ايه في جسمي؟ تقول لي بيحصل له بريك داون، بيتكسر واطلع منه الطاقه. فانت جسمك بيعمل حاجتين عكس بعض، حاجه اسمها كاتابوليزم او بريك داون، وحاجه اسمها انابوليزم او بناء للجسم. وصلت؟ فانت تيجي تبص هنا، والله انا عندي عمليتين. عمليه اسمها بيلدينج، ده بالعاميه خالص بناء، بس في البايو اسمها انابوليزم. دي اسمها عمليه البناء، معلش يعني ناخد مصطلحات البايو. طيب هنا انت بتهدم صح، تعمل بريك داون او ديستراكشن، بس هي لها اسم في البايو اسمها كاتابوليزم. فانت هتبني او هتكسر، ده بيحصل جوه جسمي. بس ايه فايدة الانزيم اللي انا اصلا رايح اشرح الحاجات دي عشانه؟ الاتنين دول مع بعض اسمهم، لو هجمعهم كده الاتنين دول سوا، العمليتين دول هسميهم لك ميتابوليزم. يعني الحاجة الوحيدة خلاص. انا كنت دماغي ركبت في بعض خلاص. عامة لسه كنت رايح اقول لك المكان الوحيد اللي بحس انه قصير هي السبورة دي، مع ان 182 سم، بس ده بيحس انه قصير مش عارف ليه. المهم انت عندك العملية دي اسمها ميتابوليزم. اسمها ايه تاني؟ ميتابوليزم. يعني ايه ميتابوليزم؟ معناها بالعربي عمليات ايض، يعني دي العمليات اللي بتحصل جوه جسمك. فانا قلت اقسمها الانابوليزم والكاتابوليزم. بس انت تخيل جسمك كده زي مصنع. انت عندك لو عايز تعمل عمليه حيويه، عايز تعمل اي حاجه في المصنع، هتعملها ازاي؟ تقول لي والله بص، انا مثلا لو عايز احط مثلا A بلس B عشان يطلع C، والله ممكن احط شويه حراره تشغل الموضوع ده. ممكن احط كوفاكتور عامل حفاز يشغل الدنيا دي كلها. فالانزيمز هي عوامل حفازه، شغلتها انها بتعمل ايه؟ بتعمل انكريز في السبيد بتاعه الرياكشن، بتزود من سرعه الرياكشن اللي بيحصل في جسمي، فتخلي العمليات الحيويه بتاعتنا سريعه. يعني مثلا ما ينفعش اقول لك انا ههضم في 6 ساعات او 10 ساعات، انا ههضم في كل ده
انا عايز اهضم وقتي عشان اخد طاقه، اروح الجيم بقى، اروح اكل، اروح العب، اروح بقى اي حته في الدنيا، وارجع اكل تاني يا عم واتدكبر، وهكذا وهكذا. انت اكيد يعني عايز تسرع من عملياتك، عايز اطلع الطاقه بسرعه، عايز اعمل كل ده بسرعه. فاكيد ده لازم ربنا يخلق في جسمنا حاجه تسرع من الرياكشنز دي. فاللي هيسرع من الرياكشن هو مين؟ هو الانزيم. وصلت؟ طب هاخد بقى ديفينيشن الانزيم. اه يا عم يلا. عندك بيكون عباره عن ايه؟ الانزيم ده هو سبيسيفيك بروتين، ده لو هيكون موجود في جسمنا في الرياكشنز، شغلته كلها انه بينكريز السبيد بتاع الرياكشن من غير اي حاجه. وصلت؟ وعلى فكره الانزيم كان عندك في ثالثه اعدادي لو تفتكر، كان دايما المدرس في ثالثه اعدادي يقول لك معلومه حلوه قوي، يقول لك ايه؟ هو الانزيم او الكوفاكتور زي ما دخل زي ما خرج. يعني ايه زي ما دخل زي ما خرج؟ يعني انت مثلا عندك لو قلت لك الرياكشن بتاعك اسمه A بلس B ايكوال C، وانت رميت لي انزيم هنا عشان تطلع C بسرعه، الانزيم ده هل بيستهلك؟ لا. هو طب هل بيغير من البرودكت؟ لا، هو بيطلع سي بس، مش هيعمل اي حاجه تانية. فالانزيم ده قاعد في مكانه، شغلته كلها بيسرع. حاجه تانية؟ لا يا عم بره عني، ما بعملش انا اي حاجه تانية. ناخد بقى الفرق بين البيلدينج والديستراكشن. طيب بص، هو انت لو سالتك سؤال في الاول، انت عايز تبني بيت، البناء ده، وما تحفظش المثالين اللي هقولهم لك ببعض معلش، انت عايز تبني حاجه، عايز مجهود صح؟ عمال تطلع وتحط طوب وتعمل مجهود جامد. فالبيلدينج ده بيستهلك من جسمك طاقه. طاقه بقى في ايه؟ والله الطاقه في الجروس، طاقه بقى في الريبيرنج، طاقه وخلاص بيستهلكها. طب ديستراكشن، المقصود بالديستراكشن هنا ان انت الحاجات اللي هتاكلها بتكسرها، وبعد ما تكسرها الحاجات اللي هتاكلها دي تطلع منها الطاقه. فانت لازم تعمل ديستراكشن عشان تريليز الانرجي. فالبيلدينج هي عمليه تحويل الحاجه الصغيره لحاجه كبيره، المونيمر لبوليمر. والديستراكشن العكس، تحول البوليمر لمونيمر، يعني تمسك الكرب تكسرها عشان تطلع الطاقه. وصلت؟ ان شاء الله تكون وصلت. طيب الانزيمز بقى، ناخد الديفينيشن اللي احنا لسه قايلين عليه من شويه. الانزيمز بتاعتنا بتبقى عباره عن living biological helper factor made of protein molecule that speed up chemical reactions in the cells. حاجه بتزود من سرعه التفاعلات الكيميائيه او البيولوجيه اللي جوه الخلايا بتاعتنا. طيب برضو عايز افهم هي بتعمل ايه. والله participate مثلا in chemical reaction in the cell to increase their rate. بص اهم حاجه without being consumed or permanently changed، ولا بتتغير ولا بتستهلك ولا تغير من البرودكت ولا تغير من الرياكشن، حاجه سرعت وكرفت وشكرا. وصلت؟ تقول لي اه. زي ايه مثلا؟ اقول لك والله انا في جسمي بروتين مثلا في انواع كتير قوي في جسمنا، بس انا عايز اهضم البروتين ده. فانا عندي مثلا الحاجه اللي بتهضم بروتين اللي موجوده في الاستومك، مثلا حاجه اسمها بيبسين، ده انزيم بيهضم بروتين. حاجه تانية بيبقى موجوده في الانتستين اسمها تريبسين، فدي انزيمز اصلا موجوده في جسمنا. شغله الانزيمز دي كلها ايه؟ ان هي بس تهضم، ما بتعملش حاجه تانية. فاللي عايزك تفهمه دلوقتي ان الانزيمز شغلتها كلها في الحياه ان هي تزود من سرعه الرياكشن، ما تعملش اي حاجه تانية. ولا بقى هتغير زي ما قلنا من البرودكت، ولا تغير من الرياكتنت، ولا اي حاجه، بس تسرع والدنيا بتاعتها تبقى حلوه. بس عايزك تركز برضو في كام حاجه. كل ماده موجوده في جسمك لها انزيم معين بيشغلها. يعني ايه مثلا؟ انت لو جيت تبص على هضم الكرب له انزيمات معينه في جسمنا. الانزيمات دي بقى موجوده في الماوس، الانزيمات دي موجوده في الانتستين، له حاجات معينه، شغله الحاجات دي ان هي بس ايه؟ تهضم الكرب. طب برضه لو في الاستومك برضه لا، حاجات معينه بتهضم البروتين او بتهضم الكرب. وصلت الفكره؟ فانت عندك سواء هنا او هنا كل الحاجات دي شغاله بس سبيسيفيك. فانت هتيجي تبص عندك مثلا هنا في الكتاب قال لك تعريف صغير قوي، قال لك ان الحاجات دي بتشتغل زي ايه؟ زي القفل والمفتاح. يعني ايه قفل ومفتاح؟ هنا وهنا بس، قفل معين لمفتاح معين. كل ماده ليها حاجه بس سبيسيفيك تشتغل عليها، مش عايزين اكتر من كده. طب برضو في عندك بقى فاكتورز مهمه قوي بتغير من التفاعل نفسه او الرياكشن بتاع الانزيم. ايه الحاجات اللي ممكن تغير من شغل الانزيم؟ عندك حاجتين مهمين قوي قوي وعايزك تركز فيهم. حاجه اسمها بي اتش، والبي اتش ده مقياس لحاجه اسمها حموضه. يعني ايه برضو؟ والله انت لو جيت دلوقتي شربت ليمون، هتيجي تبص مثلا على الليمون ده تقول لي والله طعمه بيلسع. يعني ايه طعمه بيلسع؟ طعمه لاذع، طعمه كده فيه تحسه حمض. وصلت؟ فده البي اتش بيبقى حاجه اسمها اسيدك. حاجه تانية بيبقى البي اتش بتاعها قريب قوي ان هو يبقى بيزك 9 او 10.
فالانزيمات بتاعت جسمنا بتشتغل في بي اتش معين، حاجه معينه. ودلوقتي عايزك تستنتج حاجه بسيطه لوحدك. هو احنا قلنا ان الانزيمات شغاله في جسمنا كله. طيب في حاجه زي الاستومك مثلا، الاستومك البي اتش بتاعها ايه؟ بجد عايزك تفكر فيها، الحته دي حلو. الاستومك ممكن البي اتش بتاعها يبقى ايه مثلا؟ احنا بنحس بايه بعد الاكل اوقات كتير قوي؟ فكر. اقول لك انا بقى، بنحس بعد الاكل بحاجه اسمها حموضه. انت عارف ان احنا بيجي لنا حموضه بعد الاكل. الحموضه دي دليل على ايه؟ دليل على ان البي اتش بتاع الاستومك اسيدك، واسيدك ايه؟ جامد موت. بس ليه بقى ما بيحرقش المعده؟ عشان المعده حواليها من بره غشاء كده، ميوكاس ميمبرين، بيبطنها، فما بيعرفش يحرقها. وصلت؟ ولو حرقها بيتجدد تاني. تمام؟ مش المعده، جدار المعده او الغشاء المبطن للمعده. فده الانزيمز. التمبريتشر، يا عم انت لو حرارتك، انت حرارتك الطبيعيه انت عارف ان هي 37. طيب غير ال 37 اصلا، انت لو جسمنا مثلا حد جاله حمى درجه حرارته بقت 41، يعني هل جسمك هيشتغل نورمال؟ تقول لي لا. يبقى هل انزيماتك بتشتغل نورمال؟ تقول لي برضه لا. فانت دلوقتي عندك حاجات بتغير من الفانكشن بتاعت الانزيمز، زي البي اتش وزي التمبريتشر. مش عايز منك اكتر من كده دلوقتي. نيجي بعد كده على الكلاسيفيكيشن بتاعت الانزيمز، وانا عايزك تفكس دي بصراحه، دي مش مهمه ومش اساسيه عندك يعني. عندك الكلاسيفيكيشن بتاع الانزيم، ايه قلنا مثلا اكزامبل على انزيم موجود عندنا اسمه بيبسين، عباره عن بيزك بروتين CHON، دي العناصر اللي بتكون موجوده فيه، يهضم له شويه بروتين موجودين في الاستومك. يبقى البيبسين بيعمل ايه؟ يهضم شويه بروتينات موجوده في الاستومك. فهو او ما تنامش عشان انا كده انا كمان هنام. خلاص بعتبر ان انت قاعد معايا هنا. يبقى خد بالك انت عندك البيبسين CHON بس الحاجات دي بروتين بس، وفين؟ في الاستومك بس. ده البيبسين. تيجي لي بعد كده ايه فايده الانزيمز؟ والله اقول لك، اول حاجه عنده دور جامد قوي في انه يعمل ميتابوليزم للكارب والبروتين والفات. عنده دور جامد قوي في انه الجروث والريبير بتاع البادي تيشوز. عنده دور برضه ضخم في انه يعمل ريجوليت لميني فيتال فانكشن زي البلاد كلوتنج، اللي هو اصلا تجلط الدم. لو سمعت عن تجلط الدم او اشرحها لك يا عم، حد او دايما وانت صغير تلاقي واحد بيضربك في الشارع. اللي هيضربك في الشارع ده دايما خلاص تخيلها كده، بيقوم عامل لك خبطه كده او في دماغك من هنا، كانت دايما بتبقى في الدماغ من هنا. بعد فتره يتكون حاجه بني كده، سكار كده هنا في دماغك، تفضل انت تقشر فيها. شفت اللي انت قشرتها دي كلوت للبلد. طب نيجي حاجه تانية، جوه جسمك الدم فيسكس لزج، ده الاصل بقى اللي بشرحه لك. الدم لزج. الدم اللزج ده دمنا تقيل ليه؟ تقيل عشان في حاجه اسمها كلوتنج، ما ينفعش دمنا يبقى ميه. خلاص الدم بتاعنا لازم يبقى لزج عشان يمشي بالراحه ونحافظ على ضغط الدم والجو ده كله. طبعا نيرف كوندكشن واميون ريسبونس، استجابات مناعيه والجو ده. انا عايز بس افهمك كام حاجه بسيطه. احنا قلنا من شويه في ديفينيشن الانزيم ان الانزيم بتاعنا عباره عن بروتين، بس مش كل الانزيمات اللي ربك خلقها بروتين. ودي معلومه على فكره غلط شويه عند بعض الناس، ان هم مفكرين ان كل الانزيمات بروتين. لا، خد بالك من المعلومه دي وعايزك تركز فيها قوي. الانزيمز ار بروتينز with a biological catalytic function. حلو تمام. each enzyme has a specific طبعا activation site زي ما احنا قلنا. كل انزيم affected بتمبريتشر وبي اتش. تمام. بس مش كل الانزيمز اللي موجوده في الدنيا عباره عن ايه؟ عباره عن بروتين. وصلت؟ مش اكتر من كده. كده دلوقتي احنا خلصنا الماكرو مولكيولز، خلصنا الحاجات اللي حجمها كبير. ندخل بقى في شابتر 2 او اللي هو بارت 2 من الحصه بتاعتنا، وهي السيل اورجانيلز بقى، او تكوين الخلايا بتاعتنا. بص بالعاميه كده وبالبلدي، انت في الدنيا نوعين من الخلايا، او في كتير بس انا هناخد اللي موجودين عندنا في المنهج. نوعين من الخلايا، خلايا خاصه بالبلانت وخلايا خاصه بالانيمال. تقول لي امال احنا فين يا عم مازن؟ الهيومن فين؟ اقول لك والله يابا احنا انيمال. هم العلماء مصنفيننا انيمال، ما تستغربش يعني احنا من الفصيله الحيوانيه بالنسبه للعلماء، داروين والجو ده. ومحدش يقول لي هو انت لوحدك عامه، لان انت كمان متصنف كده. البشر كلهم متصنفين التصنيف ده. وصلت؟ يبقى انت عندك السيلز هنقسمها لنوعين، بلانت سيل وانيمال سيل. بس انا عايز اخد بقى تكوينهم من جوه، فانا هدرس حاجه اسمها اورجانيلز او سيل كومبوزيشن. والله بص، انت عندك بيبقى في حاجه اسمها سيل وول وحاجه اسمها بلازما ممبرين. بس عايزك تفتكر معايا في نص الحصه احنا قلنا ان في واحد منهم سبيسيفيك لخليه معينه. مين فيهم؟ الاخ ده. السيل وول ده كان سبيسيفيك بس للبلانت سيل بس، اما البلازما ممبرين ده موجود يا باشا عند الاثنين، عند الانيمال
وعند البلانت. ولو تفتكر معايا السيل وول ده كان بيدخل في تكوينه السليلوز، اما البلازما ممبرين ده كان بيدخل في تكوينه الفوسفوليبيد. فانا عايزك تبقى فاكر الحاجات دي، ما هو دي بقى الحصه بتاعتنا، هناخد بيزكس. طيب باقي السيل كومبوزيشن بقى، عندك حاجه اسمها بروتوبلازم. البروتوبلازم ده عباره عن سيتوبلازم ونيوكليوس، هناخدها بالتفصيل كده كده. نيوكليوس هي نيوكليير انفلوب، نيوكليوبلازم، نيوكليولس، وكروماتين. اما السيتوبلازم بقى اورجانيلز. والاورجانيلز نوعين، يا اما اورجانيل اللي هو كان مصغر عضو لو تفتكر، عباره عن حاجه فيها ممبرين من بره متغلف يا عم، وحاجه تانية عريانه مش متغلفه نون ممبرينس. ممبرينس زي اندوبلازميك ريتيكولم، جولجي ابريتس، ميتوكوندريا، لايزوزوم، باكيولز. طب انت لو نون ممبرينس عندك رايبوزوم، اي ار، اندوبلازميك ريتيكولم، عندك سيتوسكيلتون او المايكرو تيبيولز. فالحاجات دي بتكون نون ممبرينس. طيب حلو قوي، ندخل بقى في شرحهم بالتفصيل شويه واحده واحده. انت في الاول احنا قلنا ان البلانت متخصص بان عنده حاجه اسمها سيل وول. جميل، السيل وول ده كان عباره عن ايه في الاستراكشر؟ كان عباره عن سيلولوز. برضه جامد، حلو. احنا قلنا ان السيل وول خلاص عباره عن سيلولوز، فهو كده عايزك تراجع المحاضره كلها وانت قاعد، عايزك تحفظها وانت قاعد عامه، مش عايز بقى جو النوت بوك تقعد تكتب وتتنطط، لا عايزك تركز وانت قاعد وتحفظ وانت قاعد. طيب فده السيل وول. طب اللوكيشن فين؟ في البلانت سيل اونلي، مش موجود في الانيمال ولا الهيومن. جميل، قلنا بيتكون من السيلولوز. الفانكشن بتاعته ايه يا عم؟ ده بيكون الجدار، فيبقى بيحمي الجدار، بيحمي الخليه نفسها من ان يحصل لها برست، او من ان يحصل لها ايه اكسبلوجن، من انها تنفجر. ليه؟ مش النبات بيشرب ميه؟ ما هي ممكن تفضل عامله زي البالونه، تفضل تتنفخ 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 تتنفخ، بوم تفرقع. هنا بقى الجدار ده ربنا خلقه ليه؟ بيديها ليميت، اخرك هنا مش هتعملي حاجه اصلا غير حدودك دي، وصلت؟ فده بيعمل بروتكت وسبورت للسيلز اند مينتين اتس شيب. وقال له طبعا الباسج بتاعت الووتر والسيليوتس، لان اصلا في بورز كتيره. السيل وول ده لمعلوماتك هو مخرم كده، بيعدي اي حاجه سداح مداح. يعني ايه؟ يعدي ميه، يعدي املاح، فده بيساعد ان الخلايا النباتيه تعمل ابزوربشن اصلا للووتر، وتعمل ابزوربشن للسولتس والجو ده. حلو قوي. فده اول حاجه اللي هو السيل وول. نيجي على رقم 2، بلازما ممبرين. البلازما ممبرين ده هو غشاء الخليه. موجود فين؟ والله بص، موجود في انيمال شغال، بلانت شغال، موجود في كل حاجه ربنا خلقها. بيتكون من فوسفوليبيد، اسمه بلازما ممبرين. في تكه صغيره، ده كان بيرميابل، بيعدي اي حاجه، اي حاجه تعدي. ده رخم شويه، يعدي حاجات وحاجات لا. فده كان سيمي بيرميابل ممبرين. كان ايه تاني؟ سيمي بيرميابل ممبرين. وخد بالك كنت هتلاقي اشرح لك الفوسفوليبيد فيه، فانا عايزك تبص بقى. الفوسفوليبيد هو كان عباره عن كومبلكس ليبيد او كومباوند ليبيد، بيتكون من هيد اللي هي المكان ده، وديل اللي هي الحتتين دول، يبقى راس وديل، راس وديل. حلو. الراس موجوده بره، فبيسموها هيدروفيليك، محبه للميه لانها في اتجاه الووتر. تمام، حلو. طب الديل ده هيدروفوبيك، ليه؟ لان هو بيكره الميه. عايزك بس تحفظها ان راس الفوسفوليبيد بتحب الميه، ديل الفوسفوليبيد بيكره الميه. فانت خد بالك الفانكشن selectively control the movement of substance in and out of the cell، لان هو semi permeable، بيعدي حاجات وحاجات لا، كله بده، كله بمزاجي. act as a basic barrier، طبعا يعني عباره عن حاجز، ده شيء منطقي. فده الفرق بين الوول والبلازما ممبرين. طيب ندخل في البروتوبلازم. قلنا البروتوبلازم عباره عن سيتوبلازم وعباره عن نيوكليوس. سيتوبلازم ونيوكليوس، جميل جميل قوي. نبص على النيوكليوس اول حاجه. دي منظر النيوكليوس اهي كبيزك، هي موجوده في السنتر بتاعه السيل، موجوده في نص الخليه بالظبط. تمام. طب حلو، فيها ايه؟ فيها نيوكليوبلازم ونيوكليولس وكروماتين وانفلوب، وفيها شويه اخرام كده. طب ناخدهم بقى نشرح الحاجات دي. احنا قلنا اول حاجه ان هي موجوده في النص. رقم 2، النيوكليير انفلوب مالها؟ بيقول لك ان هي بتسراوند، هنقع مش هنقع خلاص. بيقول لك ان هي بتسراوند ذا نيوكليوس اند سيبريت ات فروم ذا سيتوبلازم. يعني ايه الانفلوب ده بيسموه غشاء عامه او غلاف نووي. بيعمل ايه؟ بيحيط يا عم الحاج بالنيوكليوس ويفصل النواه نفسها عن السيتوبلازم. ما انت عارف ان ربنا خلق كل حاجه كجهاز كامل له وظائف ومعزوله عن بعض. فانت عندك دي منظر النيوكليوس اهي، حواليها اهو حاجه اسمها انفلوب. الانفلوب ده بيحميها من انها تختلط في السيتوبلازم اللي هي اصلا عايمه فيه.
طيب نبص في رقم 2 حاجة اسمها نيوكليوبلازم. النيوكليوبلازم ده هو سيمي فلويد ماتيريال inside the nucleus، دي المادة بقى الحيوية اللي جوه النيوكليوس. النيوكليولاس دي نقطة صغيرة خالص قاعدة جوه، بيسموها بالعربي نوية، مصغر كلمة نواة. خلاص لها فوائد كتيرة برضو هناخدها ان شاء الله في المنهج بالتفصيل. عندك حاجة اسمها كروماتين، ده ثريد لايك ستراكشر طبعا ميد اوف طبعا مين؟ دي ان ايه. الدي ان ايه لما بيحصل له كوندنسيشن مع البروتين بيكون كروماتين، الكروماتين يكون الكروموسوم، هناخدها ان شاء الله في باقي البيزكس اللي هناخدها. طيب الفانكشن كنترول all cell activities and carry genetic information، بيكاري بقى المعلومات الجينية الخاصة بينا له علاقة بكل السيل اكتيفيتيز والجو ده. ندخل في السيتوبلازم، عبارة عن سائل، بس خد بالك جيل لايك سبستانس، يعني فلويد بارت، تمام، في جزء سائل شبه الجل، وحاجة تانية بيسموها اورجانيلز. ايه معنى كلمة اورجانيلز؟ يا عم اسمها عضيات. يعني ايه بقى؟ ما احنا قلنا عندنا ميتوكوندريا، جولجي اباريتس، ولايزوزوم، وفاكيولز، كل الحاجات دي هناخدها ان شاء الله بالتفصيل. تمام تمام قوي. نيجي بعد كده على السيتوبلازم بقى اند اورجانيل. احنا قلنا في الاول ان السيل هي البيزك ستراكشر وهي الفانكشن يونت اوف ذا بودي. طب حلو قوي، اخدنا السيتوبلازم خلاص، عرفنا بقى السيتوبلازم عباره عن ايه. عباره عن colorless semi fluid substance، حاجه والله شبه الفلويد بس تكون colorless عامه، mainly consist of water، بس هي بتكون شبه الجل، فهي لزجه شويه لان فيها اورجانيك موليكيولز وفيها نون اورجانيك برضه موليكيولز. بس تاخد بالك ان الكونتنت بتاعتها بيكون ايه؟ فيها ميمبرينس اورجانيلز ونون ميمبرينس اورجانيلز، يعني زي ما فيها الميتوكوندريا والجولجي ابريتس فيها الاندوبلازميك ريتيكولم. تمام تمام قوي. انا حاسس ان انت دلوقتي هتتوه مني او دماغك صدعت، انا نفسي كمازن دماغي صدعت، يعني مش عارف ليه بقول كمازن بس أنا دماغي صدعت برضه. فانت ممكن تفصل عادي، كمل السموزي اللي احنا كنا قلنا عليه في اول البتاع، او ده هيصدعك برضه، اعمل توت الشاي بتاعك وكمل. على فكره ما دايما يظبط الدماغ توت الشاي او توت القهوه، هو لازم توت اللي قد كده، ما تزودش. وصلت؟ فده السيتوبلازم. تدخل رقم 2 عندك حاجه اسمها، سيبك من السيل سايكل مش مهمه بصراحه قوي، بس ممكن نقراها سوا يعني بما ان احنا بنتكلم كبيزكس كحاجه احنا بندردش سوا، مش حاجات اللي هي ايه منهج لسه. عندك والله السيل سايكل دي الخليه بتاعتك زي ما اخدت في ثالثه اعدادي من زمان شويه، ان خلايا الجسم بتعدي في كذا ستيب علشان تديفايد، عشان تتكاثر، ديفايد وتريبرودكت. طيب حلو، انت عارف ان كده كده الكروموسومز بتبدا تنفصل عن بعضها، ترجع تاني تعمل اتحاد تاني لغايه اما تدبليكيت وترجع تتقسم، لفه كبيره كده هنبقى نفهمها بعدين. بس في حاجه في النص اسمها جولجي ابريتس، وحاجه اسمها سبندل فايبرز، وحاجه اسمها لايزوزوم، في عضيات كتيره بتشتغل في الحوار ده. فانت عندك والله اللوكيشن في الانيمال سيل دي بيكنترول السنتر اوف ذا سيل ان ذا ابسنس ان ذا بلانت سيل. يعني انت عندك السبندل فايبرز دي والسنتريول اللي هيطلعها، الحاجات دي مش موجوده في البلانت، موجوده بس في خلايا مين؟ في خلايا الانيمال. ليه؟ علشان الريبرودكشن بتاعها او علشان حاجه اسمها سيل سايكل. طب حلو، الامبورتنس دي افايتال رول في السيل ديفيجن. طب نيجي عند الريبوزوم. الريبوزوم ده عباره عن ايه؟ عارف مصنع البروتين؟ ده مصنع البروتين. بس يبقى الريبوزومز هي مصنع البروتين. ممكن تكون فري في السيتوبلازم حرة او اتاتشد مع الاندوبلازميك ريتيكولم. فانكشن ايه؟ صنع لي يا عم بروتيني. يبقى الريبوزوم ده مين؟ مصنع بروتيني، يا اما عايم لوحده باشا يا اما ماسك في الاي ار اللي هي الاندوبلازميك ريتيكولم. طب تعالى لي رف اندوبلازميك ريتيكولم ار اي ار الرير، الفانكشن بتاعتها ايه؟ تعدي البروتين وتصنع بروتين، يبقى ده الرف اندوبلازميك ريتيكولم. طيب جولجي ابريتس يعمل لك ايه؟ جولجي ابريتس موديفيكيشن للبروتين. خد بالك تاني الريبوزوم مصنع بروتين، ساعات بيبقى حر يصنع لوحده، وساعات يبقى ماسك في الرف اي ار يصنع معاها على حسب البروتين رايح فين. يجي لك الجولجي يسكت؟ لا يعدل على البروتين، تمام، بس بحاول اجيبها لك كسيكونس. تيجي لك اللايزوزوم بقى والدايجستيف فاكيولز، يا عم انت جسمك دلوقتي كان فيه انفكشن وفي خلايا كتير عايزين ان احنا نموتها ندمرها. تيجي لك بقى خلايا مناعيه تفضل تلف تجري على الباثوجين، يجي اللايسوسوم فيه انزيمات بتهضم دايجستيف انزيمز، يروح عامل ايه بقى؟ ماسك الباثوجين حرقه مدمره، فده حاجه بتنظف.
في digestive enzymes بتعمل على التخلص من الدبرس والفورين ماتيريالز بتاعت البادي او الفورين ماتيريالز اللي جوه البادي لايك مايكرو اورجانيزم. تمام قوي. طيب نيجي بعد كده عندك السيل ميمبرين والسموث اندوبلازميك ريتيكولم. احنا اخدنا الرف اندوبلازميك ريتيكولم، عندك كمان حاجه اسمها سموث اندوبلازميك ريتيكولم. السموث منها بقى بتصنع ليبيد وتحول الجلوكوز لجلايكوجين وتعمل موديفيكيشن لشويه توكسيك سبستانس تحولها لحاجات نون توكسيك فبتشيل التوكسيستي بتاعه الماتيريال. طيب الجولجي اباريتس قلنا فايدته، قلنا فايده اللايسوسوم. السيل ميمبرين قلنا ان له فايده ثنائيه، بيخلي الميه تروح وتيجي ويأكت از ا بارير. يأكت از ايه؟ a barrier. كمان forming extensions in the cells to take material من الرف endoplasmic reticulum. طب حلو. تيجي لي بعد كده سيبك من السيتوسكيلتون مش مهم، نيجي عند الميتوكوندريا لان الحاجات دي عامه مش موجوده في منهجك ومش موجوده في ثالثه ثانوي بس ضفتها كده يعني، بس طبعا دلوقتي احنا مش هنزود الحاجات دي. عندك الميتوكوندريا الفانكشن بتاعتها site of energy production. مش احنا اخدنا مصنع البروتين كان رايبوزوم؟ ده مصنع الطاقة، مصنع الانرجي. هي مين؟ هي ال ATP. تمام قوي. الاشتراك 2 متخصصين او واحدة متخصصة بس في البلانت وواحدة بحجمها الكبير في البلانت وحجمها الصغير في الهيومن والانيمال. عندك حاجة اسمها الفاكيول دي الحاجة اللي بتنفخ البلانت. هقول لك تاني، هو مش البلانت بيشرب مية؟ تقول لي هي المية دي بتروح فين؟ تقول لي والله بتدخل جوه السيلز بتاعت البلانت. طب حلو برضه، بتروح فين جوه السيلز بتاعت البلانت؟ يعني تدخل جوه بالونه كده اسمها فاكيول، تفضل تتنفخ وتخلي الجدار جامد. فدي الحاجه اللي بتنفخ مين؟ تنفخ الخليه النباتيه البلانت سيل، حاجه اسمها الفاكيول. فالفاكيول دي عباره عن كيس بيتملى بالميه، بس خد بالك ان البلانت فيها كيس واحد بس اللي بيتملى بالميه اللي هو ده. تمام قوي. نيجي بعد كده عندك البلاستيدز بقى، دي الحاجة اللي بتعمل فوتوسينثيس بروسيس، موجودة طبعا جوه البلانت سيل. دي موجودة في البلانت والهيومن والانيمال، بس خد بالك لو في البلانت واحدة كبيرة، لو في الهيومن لا يا عم بقى حاجات صغيرة وكتيرة سمول سايز بقى وايه وسكاترد كده متوزعة. نيجي عند البلاستيد، والله found only in plant cell. ليها انواع؟ ليها انواع. حلو. ايه بقى انواعها؟ عندك والله بص كلوروبلاست ده لو لونها جرين فيها صبغه اسمها صبغه الكلوروفيل بتعمل فوتوسينثيس بروسيس. عندك لوكوبلاست وايت ستورنج الفود. عندك كروموبلاست دي ملونه فيها بقى صبغات بتعمل كلر للبلانت بارتس. عامة الصبغات بتاعت البلانت كانت موجودة أصلا في منهج تانية ثانوي السنة اللي قبل اللي فاتت أو اللي قبل اللي فاتت. الصبغات دي كانت زي إيه؟ سمعت عن صبغة اسمها زانسوفيل، حاجة اسمها كاروتين، ده حاجات بتلون البلانتس. بقى عندك بلانت لون أخضر، الجزر بقى أورنج فهو كاروتين، حاجة بقى فيها زانسوفيل لونها أصفر أو أصفر ليموني والعبط ده كله. تمام قوي. ندخل بقى آخر 2 سلايدز معانا النهاردة. قررنا نخلص آخر 2 سلايدز بس. عندك انيمال تيشو الانسجه الحيوانيه، مش عارف ليه حاسس انها بشتم، بس الانسجه الحيوانيه اللي هي الانيمال تيشوز بتاعتنا هقسمها دي 3 حاجات. اول حاجه عندي حاجه اسمها كونكتيف تيشو، تاني حاجه ابيثيليال تيشو، تالت حاجه ماسكولار تيشو. ابدا بالكونكتيف. كونكت من اسمها ضم. يعني ايه ضم؟ بتربط حاجات ببعض. فانت عندك الكونكتيف تيشو هدي اكزامبلز: بلاد، اديبوس تيشو، كارتريدج، بون تيشو، لوز كونكتيف، دنس كونكتيف، كل الحاجات دي اسمها كونكتيف تيشو. مش عايزك تحفظ لي دول، ما تركزش على دول. تمام؟ عايزك تركز لي بس على دول. الحاجات دي مهمة جدا. وماشي. البلاد له اسم، ايه هو؟ ليكويد كونكتيف تيشو. ده الكونكتيف تيشو الليكويد السائل منه. طيب بيربط مع بعض اوتار عامة، ليجامنت، تندون، ممكن نزودهم عادي يا عم. عندك الاوتار والاربطه ليجامنت، وعندك كمان التندون كونكتيف تيشوز. جميل قوي. عندك في تيشو تاني اسمه ابيثيليال طلائي، حرفيا بيدهن جسمك يعمل له بروتكشن. خلاص. عندك الابيثيليال تيشو سمبل سكويماس، كيوبويدال، كولامنر، ستراتيفايد، بقى عندك سكويماس. الحاجات دي كانت موجوده زمان بس دلوقتي مش مهمه بصراحه، مش هنكر مش مهم تماما، بس طبعا بعرفك ان الابيثيليال له اشكال كتيره على حسب مكانه. ماسكولار عندك كاردياك وسكليتال وسموث ماسل.
على حسب العضله موجوده فين هتشرح في السلايد اللي جاي. فكل الحاجات دي مهمه. طيب واحده واحده نبص على الابيثيليال تيشو لوكيشن فين. بيقول لك ان هو والله بيكفر البادي سيرفيس اكسترنال او انترنال مش فارقه and line body cavity، وبيغطي الكافيتيز بتاعه البادي بتاعنا زي السكين. او فاكر لما كنت بقول لك ان انا عندي انزيمات او حموضه موجوده في المعده بس هي ما بتحرقش المعده؟ تقول لي فاكر يعني. اقول لك انا ما بتحرقهاش ليه؟ تقول لي انت قلت لي والله يا دكتور ان في حاجه جوه بتحميني. هقول لك تمام، ايه بقى اللي بيحميك عمنا؟ ده الابيثيليال تيشو. فانت عندك بيلاين الدايجستيف تراكت والاورجانز. جميل جميل قوي. طب الكونكتيف تيشو بتربط حاجات ببعض، بتعمل سبورت للبادي. عندك بقى والله سبورت وكونكت وبروتكت ذا بادي اند اتس اورجانز. اكزامبل بون وكارتريج، ده سبورتيف تيشو. طب انت عندك بلاد وليمف، ده بيعمل ايه؟ ترانسبورت تيشو. تمام تمام قوي. نيجي بقى على انواع الماسلز. بص بقى يا سيدي عشان الحته دي مهمه شويه. عندك عضلاتك، لان الحته دي في المنهج عامه معانا. عضلاتك 3 حاجات، يا اما عضلات مرتبطه او ماسكه في السكيلتون بتاعنا في الهيكل بتاعنا، ودي عضلات موجوده بره هنا مثلا، وفي منهم واحده جوه بس عضلات ماسكه في العظم، بسميها سكليتال سيستم. ودايما العضلات اللي ماسكه في العظم هي عضلات فولنتري. يعني ايه فولنتري؟ يا عم مثلا دي البايسبس بحركها بمزاجي، هنا ترايسبس بحركها بمزاجي، ده مثلا الريست او الارم بحرك كل ده بمزاجي، صح؟ حلو قوي. فالعضلات اللي بتكون سكليتال بتكون فولنتري. يعني ايه فولنتري؟ ده اللي بيحركها، عايز اعملها اعمل اي حاجه انا عايزها بيها. طيب بتكون ستريتد، بتكون متخططه. طب حلو قوي. في الاغلب مالتي نيوكلييتد، فيها كذا نيوكليس. السؤال بقى بتاع النهارده وده سؤال مهم قوي وعايزك تجاوب عليه في الكومنتس ان شاء الله لما الفيديو ينزل. ايه العضله السكليتال اللي موجوده inside the body، او عضله من العضلات السكليتال اللي موجوده جوه الجسم؟ وعلى فكره عضله مهمه علشان الحياه بتاعت البني ادم. يبقى تاني، عندك ماسل مهمه علشان حياتنا، يعني لو خلاص وقفت هنموت، وبتكون سكليتال ماسل وانترنال كمان مش اكسترنال. جاوب انت بس على السؤال ده. المهم يعني انت عندك السكليتال ماسلز زي ما احنا قلنا، هنقول عضلات فولنتري. عندك عضلات تانية اسمها سموث ماسل، دي عضلات بقى بتلاين البادي كافيتيز من جوه، زي عضلات مين؟ الانتستين. يعني مش معدتك بتتحرك او امعائك بتتحرك؟ تقول لي ازاي؟ بس ازاي يعني؟ امعائك حرفيا بتقدر تتحرك كده، حركه اسمها بريستالزيس موفمنت، حركه دوديه شبه الدوده عشان الاكل يتحرك فيها يا عم. بس حركه بمزاجك؟ لا، حركه مش بمزاجي، فسموث ماسل. عندك قلبك بتحرك، حد بيتحكم في قلبه؟ يا رومانسي يا جامد تقول لي لا يا عم محدش بيتحكم في قلبه. القلب محدش بيتحكم فيه، فبرضه نون فولنتري. بس القلب واخد شويه من العضلات السكيليتال في انه متخطط، بس ما علينا، كده كده ما بحركوش بمزاجي. تمام حلو. ندخل بقى عندك الكونكتيف تيشو تاني. الاستراكشر بيتكون من حاجه اسمها كونكتيف فايبر، بيوصل الماسلز مع بعضها. عندك مثلا او الماسلز مع البونز زي التندون والليجامنت، بقسمه ل3 حاجات. فايبرس منه ده مليان كولاجين، هناخدها في المنهج ان شاء الله. عندك كارتريدج منه فليكسبل كونكتيف تيشو. عندك بون سترونج كونكتيف تيشو. يبقى لو كارتريدج فليكسبل، لو بون سترونج، لو فايبر يبقى مليان كولاجين. تيجي لي بقى اخر حاجه خالص هو الكاردياك تيشو. نسيج القلب يا باشا او الكاردياك مصل مختلف شويه، لان زي ما احنا قلنا قلبي انا ما بتحكمش فيه، بس قلبي بيحس وبيفكر. وصلت؟ بس انا ما بتحكمش فيه. طيب طالما ما بتحكمش في قلبي فهو انفولنتري، بس واخد شويه من العضلات السكيليتال في ان هو ستريتد، بتكون متخطط. وخد بالك من حاجه، ان هو طبعا العضلات دي موجوده فين؟ في الوول بتاع الهارت اونلي، في جدار القلب، ده الكاردياك تيشو. سبيشال فيتشرز بقى هنا الفايبر طبعا ار كونكتد باي ايه؟ انتركليتد ديسكس. بيكون في اصلا ديسكس بتكون موجوده في القلب. الديسكات ده عامه هي مميزه جدا جدا لعضله القلب. تمام. وبيقول لك انها بتخلي القلب كله على بعض a single pumping unit، يعني وحده انقباض واحده، قلبك كله بيدق مره واحده. ما ينفعش تقول ان الفنتريكل بيدق وبعد كده الاتريا اليمين بعد كده، قلبك كله سنجل يونت، واحده، دم خارج دم طالع، دم خارج دم طالع. فاهم انت الفكره؟ كل ده بيحصل اصلا. نيرفس تيشو اخر حاجه بقى النسيج العصبي. اعصابك عباره عن ايه؟ تقول لي عباره عن نيرف سيل. فايدتها ايه؟ تبعت الامبالسز تو ذا بودي، تبعت الاشارات يا عم اللي جايه من مخك. يا عم تعمل لي بقى شاي، تعمل لي قهوه، مش عارف نفسي في شاي والله، بس فعلا الموضوع محزن جدا. بصور لكم اصلا تحضير لكورس 27، هو العيال لسه ما امتحنتش بايو،
يعني حرفيا لسه براجع لهم، فانا جاي لكم في الاخر يعني، فحسوا بيا، حسوا ان انا فاصل. المهم النيرفس تيشو، طبعا بهزر يعني بشرح شرح جامد جدا. النيرفس تيشو الاستراكشر هو ميد اوف نيرف سيلز زي ما احنا قلنا، او نيورونز، عباره عن اعصاب. بس خد بالك ان هي طبعا برضو اسنجل يونت، فايدتها كلها بس تبعت لك شويه امبولسز والله من البرين، تنزل بقى تروح عند السباينال كورد وتتوزع لجسمك كله. ده الاعصاب اللي متحكمه في كل جسمك، فده النيرفس تيشو. كده اول نص بالظبط، او النص الاولاني عامه من كورس البيزكس بتاعنا. فاحنا هنمشي كده ناسس في حاجه، بعد كده الثانيه، بعد كده الثالثه، بعد كده الرابعه. عايزك برضو تذاكر حلو قوي، في معلومات كتيره عامه موجوده النهارده. عايزك تركز على حاجات مهمه قوي قلت لك عليها، وباقي الحاجات قراءه. اللي قلت لك عليها ينفعنا قوي في المنهج، والباقي زي ما قلت لك يعني ايه، افهم واحفظه بس كده. ويلا بقى سلام.